السلام عليكم، كله سامعني؟ دكاترة اكتبوا لي بقى على الشات. الصوت واضح؟ هنبدأ حالا اهو. الصوت تمام يا دكاترة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة. لو انتوا فاكرين اتكلمنا ان اكلنا بيتكون من حاجتين، حاجة اسمها ماكرو نيوترينتس، مغذيات كبيرة ماكرو، جسمي بيحتاجها بكميات كبيرة تحتاجها بالجرامات، وفي مغذيات تانية بحتاجها بكميات صغيرة مايكرو، يسموها مايكرو نيوترينتس، مغذيات صغرى او صغيرة. تمام. المغذيات الكبيره اللي جسمي بيحتاجها بكميات كبيره دي بتتحسب عندي بالجرامات. دي بتشمل ايه؟ تشمل ثلاث حاجات: النشويات والدهون والبروتين. النشويات والدهون والبروتين دي جسمي بيحتاجها بكميات كبيره بالجرامز، بالجرامات. خلاص. جرام النشويات لما بيتحرق بيدي 4 سعر. تمام. وجرام البروتين لما بيتحرق بيدي 4 سعر برضه. طب جرام الدهون لو اتحرق بيدي 9 سعر. تمام. لذلك يسموا الدهون كالوري دنس، جواها طاقه كبيره قوي مخزنه. الدهون فيها طاقه كبيره مخزنه. تمام. طب عشان اقدر اطلع بقى الطاقه بقى من النشويات ومن الدهون ومن البروتين، انا محتاج حاجه تانية اسمها مايكرو نيوترينتس، مغذيات صغيره بحتاجها بكميات صغيره، كميات مايكرو. دي ما بتتحسبش بقى عندي بالجرامات، دي بتتحسب عندي بالملي جرام، بالمايكرو جرام، بالبيكو جرام، كميات قليله قوي. دي تشمل حاجتين: الفيتامينز والمينرال، الفيتامينات والاملاح المعدنيه. الفيتامينات والاملاح المعدنيه. طب الفيتامينات والاملاح المعدنيه هل بيتحرقوا بنفسهم كده؟ يعني هل هم بيتحرقوا يدوا طاقه؟ لا، هم زيرو كالوري، مش بنفسهم بيتحرقوا. امال هم دورهم ايه؟ هم دول اللي بيقدروا يخرجوا الطاقه من الماكرو نيوترينتس. يعني عشان اطلع الطاقه بقى من النشويات ومن الدهون ومن البروتين، انا محتاج فيتامين وايه ومينرال. هم دول الكاتاليست، هم دول العامل الحفاز اللي هيقدر يخرج لي الطاقه من النشويات والدهون والبروتين. لذلك يقولوا طبق السلطه ده مهم، الفاكهه مهمه. ليه؟ لان غنيين جدا بالفيتامين والايه والمينرال. فتقدر تستفيد بقى من باقي الاكل، تستفيد بقى من الرز، من العيش، من المكرونه، من البطاطس، من البطاطا، من القلقاس، من الفول، من العدس، من الحمص، من اللبن، من الزبادي، من الجبن، من اللحمه، من الفراخ، من السمك، من البيض. اي اكل بقى يحتوي على نشويات ودهون وبروتين، عشان تقدر تستفيد منه استفاده كويسه لازم يكون عندك فيتامين وايه ومينرال. واكبر مصدر فيه فيتامين ومينرال هم مين؟ السلطه والفاكهه. ماشي يا جماعه. في بقى ناس بقى يا جماعه بتنسى حاجه مهمه تانية، اللي هي الميه، الووتر. خلاص. الميه دي حاجه اساسيه. يعني في ناس يقول لك يا دكتور انا ما بشربش ميه اصلا. يعني انا في الشتاء كنا في الشتاء بننسى نشرب ميه. يقول لك مثلا وانا بتوضى ولا حاجه ممكن اخد لي بق ميه ولا حاجه. خلاص. انا في الصيف بنشرب كتير طبعا، بنعرق وبنفقد عرق كتير وميه كتير، فبقيت تلاقيك عطشان فبتشرب كتير. لكن في الشتاء تلاقيك بتاثر شويه في شرب الايه؟ الميه. لا، الميه انت لازم تاخد احتياجك اليومي منها. الميه مهمه جدا لجسمنا. احنا على فكره 60% ل 70% من وزننا ميه. على فكره 60 ل 70% من وزننا ميه. الميه مهمه جدا لهضم الاكل، لامتصاص الاكل، لعمليات الحرق. تمام. في الجسم. ماشي. المهم الميه مهمه جدا لتركيب اعضائك الداخليه. احنا قلنا 60 ل 70% من وزننا ميه. يعني مخك ده 83% منه ميه، عينيك دي حوالي 80% منها ميه، الرئه 75% منها ميه، العضلات بتاعتنا 75% من تركيبها ميه، الكلى حوالي 70 80% منها ميه، الكبد كذلك، الدم بتاعنا ده 94% منه ميه. فالميه دي حاجه اساسيه، مكون رئيسي لجسمنا. ما ينفعش تاثر في شرب الايه؟ الميه. لازم تاخد احتياجك اليومي من الميه. طب انت احتياجك اليومي ده بتحسبه ازاي؟ 30 مللي لكل كيلو. كل كيلو جرام من وزنك محتاج 30 مللي ميه. يعني انا مثلا لو وزني 70 كيلو يبقى 30 في 70، خلاص، يبقى انا محتاج 2100 مللي ميه، يعني حوالي 2 لتر ميه، يعني 8 كوبايات ميه على مدار اليوم. ماشي. لا لا يا دكتور، ده انا وزني 80 كيلو، يبقى 80 في 30 يبقى 2400 مللي ميه، يعني حوالي 2 لتر ونص، يعني 10 كوبايات ميه في اليوم. قسمهم بقى على مدار اليوم كله بقى. كل صلاه مثلا اشرب لك كوبايتين، صبح ظهر عصر مغرب عشاء. تمام. بحيث ان انت تاخد احتياجك اليومي من الوتر. حتى لو انت مش عطشان لازم تاخد ايه؟ احتياجك اليومي من الميه. يا دكتور طب لو شربت زياده شويه ما تقلقش، كده كده ايه الجسم هيقوم طارد الزياده ويحافظ لك على الايه الجزء اللي جسمك محتاجه. يطرده لك بقى في البول، في العرق، في البراز، في بخار الميه.
المهم ان الميه دي حاجه اساسيه، يعني في بعض الدكاتره بيعتبروها من ضمن الماكرو نيوترينز، من المغذيات الكبيره اللي الجسم محتاجها. ماشي يا جماعه؟ طيب اتكلمنا برضه المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين، قلنا ازاي نعمل نظام غذائي للشخص. لازم اعمل له قبل ما اعمل نظام غذائي لاي واحد، لازم اعرف الشخص اللي قدامي ده، اعرف المريض اللي قدامي ده، لازم اعمل له تقييم تغذوي شامل عشان اقدر اعمل له نظام غذائي مناسب ليه. يعني تلاقي في بعض الدكاتره بتعمل النظام ثابت كده، اي واحد يجي له يدي له نفس النظام نفس النظام نفس النظام، فتلاقي اللي يحصل، هتلاقي ما يستجيبش معاك. خلاص الحاله اللي يجي لك اللي هو المريض ده مش هيستجيب ليه؟ لان النظام ده مش معمول له اصلا. تمام؟ فانت لازم تعرف الحاله كويس، انت لازم تفصل النظام الغذائي اكوردنج للحاله. لو فاكرين الكلام ده. طب نفسره ازاي؟ لازم نعرف الحاله كويس. طب ازاي بعمل تقييم تغذوي شامل للحاله عشان اقدر اعمل لها نظام غذائي مناسب؟ خلاص باربع حاجات. اول لما بيجي المريض قاعد قدامي دلوقتي في العياده، بقوم عامل له اربع حاجات: A B C D، اختصارهم A B C D. A اللي هي انثروبومتري، لازم اعمل قياسات للجسم. انثروبومتريك ميثود، قياسات للجسم. تمام؟ B التحاليل، بايوكيميكال داتا، لازم اعمل له تحاليل. سي كلينيكال اسسمنت، فحص سريري، بفحص المريض من اول شعر راسه لضفر رجله. دي دايتري اسسمنت، لازم اقيم طريقه اكله، طريقه غذائه كانت عامله ازاي. ماشي؟ فاول حاجه الانثروبومتري، قياسات الجسم، لازم اقيس له وزنه وطوله. ما هو الوزن لوحده مش كفايه، مش هيعرفك ده الراجل ده نورمال ويت ولا عنده نحافه اندر ويت ولا اوفر ويت ولا اوبيز. لازم الوزن اكوردنج للطول، فلازم اقيس له وزن وطول. من الوزن والطول بنجيب حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم. خلاص البادي ماس اندكس، بقسم الوزن على مربع الطول، الوزن فوق في البسط، والطول مربع الطول في المقام تحت. الوزن بالكيلو والطول بالمتر. تمام؟ يعني انا 70 كيلو مثلا، يبقى 70 كيلو فوق في البسط، وتحت اللي هو ايه، انا طولي 170 سم مثلا، يبقى احط متر و7 1.7 في 1.7، بحط الطول بالمتر، مربع الطول يبقى 70 على 1.7 في 1.7، واشوف الرقم اللي طالع. اكوردنج للرقم اللي طالع ده هعرف الحاله اللي قدامي دي وزنها طبيعي ولا عندها نحافه اندر ويت ولا وزنها عالي اوفر ويت ولا اوبيز دخل في السمنه. خلاص اكوردنج للرقم اللي هيطلع. يعني الرقم اللي طلع لي لو من 18 ونص ل 24 و9 يبقى ده نورمال ويت، يبقى ده وزنه مظبوط طبيعي. من 18 ونص ل 24 و9 طلع بقى 19 20 21 22 يبقى ده طبيعي. طب طلع وزنه اقل من 18 ونص، خلاص طلع بقى 17 16 14 15، يبقى ده عنده نحافه اندر ويت. تمام؟ مش محتاج بقى اشوف ايه سبب النحافه عنده واعالجها وابدا ان انا اعمل له نظام غذائي بقى عالي السعرات عشان ابدا ازود له وزنه. عنده مثلا ديدان مثلا، طفيليات في المعده والامعاء والكلام ده، ابدا لازم اديله ادويه طارده بقى للديدان والطفيليات والكلام ده. خلاص بحيث ان انا ايه، ابدا بعد كده لما اديله نظام غذائي يجيب معايا نتيجه، يبدا وزنه يزيد. ماشي؟ عنده مشاكل مثلا في المعده، عنده قرحه في المعده، اوديه لدكتور جهاز هضمي يعالج له القرحه. عنده مشاكل في المريء مش عارف يبلع، ده اوديه لدكتور متخصص يعالجه. فاهمين الفكره؟ عنده مشكله نفسيه وازمه نفسيه، في ناس عندها توتر وقلق من الاكل، ما بتاكلش بسبب ايه، قلقان خايف ان هو ياكل، فاوديه لدكتور نفسي يبدا يكتب له ادويه نفسيه تقلل له التوتر والقلق من الاكل. فانا اشوف ايه سبب النحافه وبعد كده ايه اعالجه، وبعد كده ابدا ادي ايه النظام الغذائي. عنده مشكله في الهرمونات في الغده الدرقيه ولا حاجه، في عنده نشاط شديد في الغده الدرقيه، الغده الدرقيه نشطه فعامله له مزوده له الحرق جدا، فتلاقي عمال ياكل كتير ومش باين عليه، رفيع فتله عصايه. فلازم اوديه لايه، لدكتور غدد يظبط له هرمون الغده الدرقيه، الثيروكسين، التي 3 والتي 4. تمام؟ وبعد كده ابدا ادي له النظام الغذائي. ماشي؟ لقيت بقى الرقم اللي طالع فوق ال 25 من 25 ل 30 26 27 28، يبقى ده عنده اوفر ويت، ده وزنه عالي ازيد من الطبيعي. تمام؟ يبقى ده محتاج نظام غذائي للتخسيس بقى، ابدا اظبط له عاداته الغذائيه، اشوف برده سبب السمنه ايه او الوزن العالي ده، وابدا ايه اظبطه له. او لقيت وزن البادي ماس اندكس فوق ال 30، يبقى دخل في السمنه بقى، 30 بقى 31 32، وطبعا كل ما الرقم يعلى كل ما السمنه دي تبقى اخطر. تمام؟ فده محتاج نظام غذائي قليل السعرات، ادخل له سعرات اقل من اللي جسمه محتاجها عشان يبدا الجسم يحرق بقى في الدهون المتخزنه، فيبدا وزنه ينزل. ولازم برضه اشوف سبب السمنه دي ايه واعالجها. بياكل اكل بقى من بره من الشارع وما بيتحركش وكده، فابدا بقى اقول له اظبط له بقى نوع الاكل اللي بياكله، اكل بقى صحي بقى، وهزود له النشاط البدني، الحركه والرياضه والجيم والكلام ده. ماشي؟ عنده مشكله في الهرمونات تتعالج. ماشي؟ اشوف ايه الكارثه اللي عامله له السمنه وكده اعالجها له، وبعد كده ابدا اعمل له نظام غذائي قليل السعرات عشان يبدا وزنه ينزل. طب لو لقيت وزنه طبيعي اللي هو من 18 ونص ل 24 و9، يبقى اعمل له نظام تثبيت للوزن، اثبت له بقى وزنه. فاهمين الفكره يا جماعه؟ يبقى اول حاجه الانثروبومتري، قياسات الجسم. خلاص عايز اعرف الحاله دي نورمال ويت ولا اندر ويت ولا اوفر ويت ولا اوبيز، فبعمل حاجه اسمها الوزن والطول، ومن الوزن والطول بجيب له حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم، الوزن على مربع الطول، واكوردنج للرقم اللي هيطلع ابدا اتعامل.
خلاص اشوف الراجل ده لو وزنه طبيعي اثبت له وزنه، عنده نحافه ابدا اعمل له نظام غذائي ازود له الوزن، عنده وزن عالي اوفر ويت او عنده سمنه ابدا اعمل له نظام غذائي عشان اخسسه، اعمل له تخسيس، اعمل له رجيم. تمام. لازم اقيس محيط الوسط ومحيط الحوض بالمازوره، عارفين المازوره الطريه بتاعت القماش، بلفها حوالين الوسط والفها حوالين الحوض. تمام. والمريض طبعا واقف ابدا اقيس له محيط وسطه ومحيط حوضه. خلاص عشان اعرف السمنه الموضعيه، هل الدهون متركزه في منطقه البطن ولا في الارداف. تمام. فبقيس محيط الوسط. محيط وسط البنت 80 سم ده الطبيعي، محيط وسط الولد 92 سم. تمام. ده الطبيعي. محيط وسط البنت المفروض 80 سم، محيط وسط الولد 92 93 94 سم. طب انت قول ان في بقى سمنه مركزيه، في دهون في البطن، في كرش بالبلدي، في دهون حشويه. خلاص لما الاقي محيط وسط البنت فوق ال 88 سم، محيط وسط البنت كبر، يعني عندها دهون في ايه، في بطنها. خلاص. طب الولد امتى اقول ان الولد عنده دهون حشويه او سمنه موضعيه او سمنه في الايه، في منطقه الايه، البطن او كرش او كده، لما يكون محيط وسطه فوق ال 102 سم، محيط وسطه كبير بقى كده فوق ال 102 سم، يبقى كده في فيسرال فات، في دهون حشويه. تمام يا جماعه. طب ايه خطوره الكرش، ايه خطوره الدهون اللي في البطن دي؟ كارثه. دهون البطن دي مصيبه سوداء. كان زمان يقول لك دي حاجه حلوه. تمام. يقول لك الراجل اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش، والكلام اللي هو ايه زي ده، يقول لك ده الكرش ده عز. لا، الكرش ده مرض، كارثه. وجود الكرش انه محيط وسطك او محيط بطنك كبير ده كارثه. الدهون دي على فكره دهون حشويه، مش دهون تحت الجلد، ده دهون طالعه من الاعضاء الداخليه. يعني الدهون ابتدت تتراكم بقى على الكبد والبنكرياس وعلى المعده وعلى الرحم في الستات، وابتدت الدهون دي تتراكم لدرجه انها باظت لبره كده، عملت كرش لبره. مصيبه سوداء. فانت اكثر عرضه بقى للامراض بقى. الكرش ده هيزود الريسك للضغط والسكر، يعني محيط الوسط كبير وضغط وسكر، يبقى انت كده عندك كارثه اسمها ايه، ميتابوليك سندروم، متلازمه الايض. ميتابوليك سندروم، انت كده هتكر على نفسك امراض تانية، انت فتحت على نفسك بوابات جهنم. الدهون الدم هتبدا تعلى في الدم، تبدا تترسب على الوعي الدموي، يحصل تصلب شرايين، جلطات. كل ده مع الثلاثه دول لو اتجمعوا، دهون البطن الكبيره والضغط والسكر، الثلاثه دول لو اتجمعوا كده مع بعض، انت فتحت على نفسك بوابات جهنم. في امراض بقى هتكر معاك. الدهون هتبدا تعلى في دمك، اللي هي متلازمه الايض. يا دكتوره جيلان، اللي هي ميتابوليك سندروم. الدهون هتبدا تعلى في الدم، تترسب على الوعي الدموي وتصلب شرايين، جلطات بقى، جلطه في القلب، جلطه في المخ، جلطه في الرجل، مصيبه سوداء. ماشي. الجوت، النقرس، هتلاقي الاملاح اليوريك اسيد تبدا تتراكم عندك، تبدا تعمل لك نقرس، تترسب في رجلك بقى، الام وحرقان في الرجل وكده، يقول لك عنده املاح اليوريك اسيد عاليه. دي بتحصل كتير قوي مع الناس اللي عندها ايه، محيط البطن الكبير والضغط والسكر. ماشي. فاتي ليفر، تبدا الدهون تتراكم على الكبد وتبقى جوه الكبد، دي اسمها فاتي ليفر، كبد دهني، دي خطر جدا، دي بتزود الريسك التليف الكبد والسرطان الكبد. الناس دي بيبقوا اكثر عرضه للسرطان، نسبه السرطان بتزيد عندهم بنسبه 30%. الناس اللي عندهم محيط البطن الكبيره والضغط والسكر بيبقى اكثر عرضه للسرطانات. المصيبه اكتر عرضه لما يكبروا في السن لاضطرابات الذاكره، الديمنشيا، النسيان والتوهان. البنات تلاقي هيجي لها تكيسات في المبايض، بيبقى عندها لخبطه بقى طبعا في الهرمونات. تمام. فبيبقى اكثر عرضه لتكيسات المبايض، تلاقي بقى مقاومه انسولين، وتلاقي في ايه، الاستروجين والبروجسترون، في لخبطه في الهرمونات الجنسيه للبنت، فتلاقي في تكيسات تطلع لها على المبيض تمنع خروج البويضات، فتلاقي متجوزه ومفيش خلفه، في تاخر بقى في الايه، في الحمل، انفيرتيليتي، تلاقي متجوزه بقى لها سنتين 3 4 ومفيش خلفه. ليه؟ بسبب ايه؟ تكيسات المبايض. طب ايه سبب تكيسات المبايض يا دكتور؟ خلاص سببها ايه؟ الوزن العالي، الدهون اللي هي في البطن، خلاص، والضغط والسكر. هو ده اللي عامل لك مشكله تكيسات المبايض ومأخر لك في الانجاب. فطبعا لو عالجنا المشاكل دي تلاقي الايه، الدنيا اتحلت بقى. خلاص. فلازم ايه، ننزل دهون البطن ونظبط السكر ونظبط الضغط وكده، يبقى انت كده عملت حمايه من الكوارث اللي هتيجي بعد كده. دي اسمها ميتابوليك سندروم. يبقى لازم اقيس محيط الوسط. محيط الوسط بيتقاس بالمازوره. محيط وسط البنت المفروض 80 سم، محيط وسط الولد 92 سم. امتى يبقى فيه كارثه، مشكله؟ امتى يبقى فيه دهون حشويه او سنترال اوبستي، دهون مركزيه في البطن، في كرش بالبلدي، لما محيط وسط البنت يبقى فوق ال 88 سم ومحيط وسط الولد فوق ال 102 سم. في ناس تلاقي ما شاء الله وسطها مظبوط، بس تلاقي الدهون كلها متجمعه تحت في الارداف، فبلف المازوره حوالين الارداف واشوف الرقم اللي هيطلع لي. تمام. تمام. لو لقيت الرقم طالع كبير، يعني محيط ايه، المحيط الحوض، ماشي، المفروض في البنت يبقى قد وسط الولد النورمال، يبقى المفروض يبقى 92 93 94، محيط حوض البنت. الولد اكبر، تلاقي مثلا ايه 100 وشويه، 105 106، ده الطبيعي في الولد. طب لما الاقي محيط الحوض بقى كبير، محيط الحوض للبنت كبير، محيط الحوض للولد كبير، يبقى دي عندها سمنه طرفيه، عن بريفرال اوبيستي، يسموها سمنه طرفيه. دي بقى مش ايه، دي بتبقى تحت الجلد، الدهون تحت الجلد. تمام. دي اقل في الخطوره.
اقل في الخطوره من دهون البطن، يعني ما بتزودش الريسك لا الضغط ولا السكر، بس برضه غلط، بتاثر على المفاصل وتعمل مشاكل وكده وتخلي شكل الجسم وحش، فلازم برضه ايه تتعالج. ماشي. يبقى انا اول حاجه، اول لما المريض يقعد قدامي لازم اعمل له ايه؟ اشوف شكل جسمه، انثروبومتري، قياسات لجسمه، قيس الوزن والطول ومؤشر كتله الجسم البادي ماس اندكس، وقيس له محيط الوسط ومحيط الحوض. طب بعد كده البايوكيميكال داتا، تحاليل، لازم اعمل له تحاليل عشان اشوف سوء التغذيه اللي جاي بقى له مده صغيره. في ناس بيبقى عندها سوء تغذيه مخفي مش ظاهر، لسه جاي بقى له مده صغيره ما ظهرتلوش علامات على الجسم، ده يبان بقى في التحليل. يعني لازم اعمل صوره دم كامله، CBC، صوره دم كامله، عشان اشوف بقى في انيميا ولا لا، والهيموجلوبين وحجم الار بي سيز والحديد ومخزون الحديد والحاجات دي، والمناعه وخلايا المناعه. فشوف الكلام ده، ايه ده انت عندك انيميا، الهيموجلوبين عندك قليل، ايه يا دكتور ده بس انا الحمد لله ما عنديش علامات انيميا، لا بقى بندروخ ولا مسقط ولا وشي مصفر ولا الكلام ده، ما انا هقول له الانيميا دي جايه لك بقى لها مده صغيره، تمام، فلسه العلامات ما ظهرتش، جسمك قادر يستحمل، فاحنا نلحق بقى نعالجها. ابدا بقى، انت عندك انيميا نوعها ايه؟ انيميا نقص حديد مثلا، كرات الدم الحمراء صغيره في الحجم ومخزون الحديد قليل والحديد قليل وكده، فابدا اعالج لك بقى، اديك بقى سبلمنت حديد، اقراص حديد من بره، تمام، وابدا اكتر لك في الاكل الغني بالحديد عشان اعالج لك مشكله الانيميا دي قبل ما الايه، قبل ما تظهر علاماتها على الجسم. ماشي. اقيس ضغط، اقيس سكر، في واحد يبقى ضغطه عالي، اهو انواع الانيميا هنتكلم عنها بالتفصيل قدام يا دكتور. يعني في انيميا نقص حديد، في انيميا نقص فيتامين بي 12، في انيميا نقص فوليك اسيد، ماشي، في انيميا نقص اريثروبيوتين، انواع الانيميا كتيره هنتكلم عنها قدام ان شاء الله بالتفصيل. تمام. فانا بعمل صوره دم كامله عشان اشوف في انيميا ولا لا، لو في انيميا الحق بقى اشوف نوعها ايه واعالجها. ماشي. ضغط، سكر، لازم اقيس الضغط في العياده والسكر في العياده، في ناس بيبقى ضغطها عالي وهو ما يعرفش، تقيس له الضغط كده، ايه ده انت ضغطك عالي يا حاج، هو عالي بقى له 3 4 سنين ضغطه عالي وهو مش عارف. خلاص. بتقيس له السكر، ممكن يبقى سكره عالي وهو مش عارف برضه. في واحد تقيس له السكر كده، ده انت سكرك عالي يا حاج، هو بقى له 3 4 سنين سكره عالي وهو مش عارف، سكر نوع تاني. تمام. لذلك الضغط والسكر العالي ده بيسموهم قاتل صامت، القاتل الصامت، ما لهمش اعراض واضحه. تمام. فانت بتقيس اي واحد يجي لك العياده لازم تقيس له ضغط وسكر، اكتشفت ان عنده ضغط حوله للدكتور بقى باطنه، خلاص يظبط له بقى الضغط، يديله ادويه، وانت ظبط النظام الغذائي، يعمل له بقى نظام غذائي يساعد في توطيه الضغط. طلع عنده سكر، حوله للدكتور امراض بطنه وسكر، يظبط له السكر بقى بالادويه بالانسولين على حسب بقى نوع الايه السكر اللي عنده، وانت ابدا اظبط الاكل اكوردنج بقى لجرعات الادويه وجرعات الانسولين اللي كتبها الايه الدكتور المعالج. تمام. تظبط له بقى الاكل تلاقي السكر الحمد لله ابتدى يتظبط، تظبط له الاكل تلاقي الضغط ابتدى يتظبط. فاهمين الفكره؟ هنعرف طبعا ان شاء الله يا دكتوره ايمان ازاي نقرا التحاليل، هعرفكم الموضوع ده ان شاء الله اكيد. تمام. شاكك في الغده الدرقيه، اعملوا تحليل الغده الدرقيه، ثايروكسين تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، ممكن يبقى عنده خلل في الغده الدرقيه. يعني تلاقي مثلا في معظم البنات تلاقي عندها كسل، في الموضوع ده في الستات اكتر، تلاقي عندها الغده كسلانه، الغده الدرقيه عندها كسلانه، تلاقي الثايروكسين عندها قليل، وهو ده اللي مقللها الحرق، فتلاقي وزنها بيزيد بالرغم انها ما بتاكلش كويس يعني. تمام. يبقى عندها مشكله في الغده الدرقيه، فيبدا لازم هو يحولها لدكتور غدد يدي لها بقى الهرمون من بره، الغده كسلانه ما بتطلعش الثايروكسين من جوه، فلازم تاخده من بره، راس بقى اسمها التروكزين، ايوثايروكس، حاجات بقى كده ايه بيكتبها دكاتره الغدد، انا ماليش علاقه بيها، احنا كدكاتره تغذيه احنا لنا علاقه بالنظام الغذائي، ابدا اعمل لها بقى نظام غذائي بعد ما الدكتور يعالج مشكله الهرمونات. تمام. انا احب التخصص قوي، حتى لو عارف الدواء اللي هيتكتب اوعى تكتبه، الدكتور المتخصص هو اللي يكتب، وانت ابدا اعمل نظامك الغذائي. ماشي. شاكك في البراز، عنده ديدان في البراز، طفيليات بتاع، اعمل تحليل براز. تمام. لقيت في عنده مشاكل، حول لدكتور جهاز هضمي يدي دواء طارد بقى للديدان ويعالج الطفيليات والكلام ده. شاكك في البول، في مشاكل في البول، تحليل بول، في الكلى، وظائف كلى، وظائف كبد، شوف المشكله ايه وابدا حول للدكتور المتخصص. يبقى لازم اعمل ايه؟ شاكك ان عنده نقص فيتامين د، اعمل فيتامين د، تحليل فيتامين د، كالسيوم، اعمل تحليل الكالسيوم. ماشي. اي حاجه انت شاكك فيها اعمل لها ايه التحليل بتاعها. يبقى اول حاجه الانثروبومتري، قياسات الجسم، الوزن والطول ومؤشر كتله الجسم ومحيط الوسط ومحيط الحوض. تاني حاجه تقول له تحاليل عشان تشوف سوء التغذيه اللي جاي بقى له مده صغيره. ثالث حاجه الفحص السريري، الكلينيكال اسسمنت، الفحص السريري، خلاص بتفحصه من اول شعر راسه لضفر رجله، لو عنده سوء تغذيه بقى له مده كبيره تبدا تظهر له بقى علامات على الجسم، تبان بقى علامات على الجسم بقى، تلاقي الشعر بقى يبدا يتاثر، الرؤيه، الانف، زوايا الفم، الشفايف، اللسان، تمام، اللثه، الضوافر، الجلد، كل ده علامات بقى تبان بقى لو عنده سوء تغذيه بقى له مده كبيره، بنعمل له فحص سريري، كلينيكال اسسمنت. تمام. يعني مثلا الشعر ابتدى يتساقط جامد، بنت مثلا تقول لك يا دكتور ده انا في المشط، تلاقي الشعر خصل بتقع في المشط، شعري بيقع بكميات كبيره جدا، في الحمام مثلا شعري بينزل كتير قوي في الايه
في البانيو او في الحوض وانا بغسله وبتاع، لدرجه ان هو بيسد الحوض. ماشي. وانا بنيم على السرير الاقي شعر كتير بيوقع على المخده، فدي علامه ان في نقص بروتين. ممكن تكون هي ما بتاكلش بروتين كويس، تمام، او نقص زنك، او نقص بايوتين، او نقص فيتامين د، او انيميا. في اسباب للموضوع ده. فابدا بقى اشوف ايه السبب واعالجه. ده سوء تغذيه جاي بقى له مده كبيره، ظهرت له علامات بقى على الجسم. ابتدى مثلا الشعر يقع يتساقط، مثلا الشعر فقد الانسيابيه بتاعته، الالاستيستي بتاعته، كان شعرها ناعم وفجاه ابتدى يلف على بعضه ويخشن ويلف على بعضه بقى خواتم كده، او خلاص يبقى ده نقص فيتامين الف او فيتامين سي بيعمل المشكله دي. تمام، بيخلي الشعر يفقد الالاستيستي بتاعته. ماشي. الرؤيه الليليه، ابتدى ما يشوفش بالليل كويس، يشوف بالنهار في الاضاءه العاليه شايف، بالليل مش شايف كويس، يبقى ده عنده نقص فيتامين الف. يبقى ده عنده نقص فيتامين ايه؟ الف. ماشي يا جماعه. تمام. واحد مثلا الشفايف ابتدت تتشقق، زوايا الفم مشقوقه، اللسان مشقق، تمام، يبقى ده نقص فيتامينات ب، نقصان فيتامين بي 2. ماشي. اللثه عماله تجيب دم، الاوعيه الدمويه ضعيفه عماله تجيب دم، يبقى ده نقص كولاجين، نقص فيتامين سي، او نقص فيتامين كاف، في سيوله في الدم شديده. خلاص، كل الكلام ده ان شاء الله في محاضره كامله ساعتين او ثلاثه نقعد نتكلم على التقييمات دي، بس احنا بناخد عنها نبذه. انا بقول لكم اللي انا قلته المره اللي فاتت كده باختصار. الضوافر، الضافر اللي عامل زي المعلقه، نزل لتحت كده زي المعلقه، دي علامه الانيميا. انيميا نقص الحديد بتعمل في الضافر تخليه سبوننج، عامل زي المعلقه كده نازل لتحت. خلاص، الضافر لقيت فيه خطوط بيضاء بالعرض، خلاص، او بطش بيضاء بالعرض، يبقى ده علامه نقص بروتين او نقص زنك. هي من الخطوط البيضاء اللي هي موجوده في الضافر اللي بالعرض. ماشي. الجلد بقى ملتهب وعمال يقشر وكده وكده، يبقى ده نقص فيتامينات بي 1 و2 و3 و6، وخصوصا فيتامين بي 3 بالذات، البلاجرا، حاجه اسمها بلاجرا سندروم، هنتكلم عنها بالتفصيل قدام ان شاء الله. ماشي يا جماعه. فالموضوع ده مهم جدا ان انت تعرف سوء التغذيه اللي جاي اللي بقى له مده كبيره، مجرد النظر تعرفه. اخر حاجه بقى الدايتري اسسمنت، لازم افحص اكل، طبيعه اكل الراجل ده عامله ازاي، هل اكله طبيعي ولا مش طبيعي. هل اكله طبيعي ولا مش طبيعي. ماشي. فاقول له انت اكلت ايه امبارح، ايه اخبار اكلك بتاع امبارح، 24 اور ريكول، قول لي بقى اكلت ايه، فطار غدا عشاء، بين الفطار والغدا، بين الغدا والعشاء بالليل، كلت ايه بالظبط، كميه ونوع. يقول لي بس اكلت 6 معالق فول الصبح، وكلت مثلا مع رغيف بلدي، وكلت مثلا تفاحيه، وبعد الساعه 12 كلت برتقانايه، وفي الغدا كلت 12 معلقه مكرونه و100 جرام كبده. ابدا بقى احلل طبيعه اكله دي عامله ازاي، كنوع وكميه، اشوف سعراته، خد سعراته اللي جسمه محتاجها ولا لا، نوع في المجموعات الغذائيه ولا مركز على حاجات وساب حاجات. ابدا اشوف بقى طبيعه اكله بتاعت امبارح دي مظبوطه ولا لا. تمام. في الغالب بيبقى ملخبط طبعا، تلاقي مثلا مكتر في حاجات ومقلل في حاجات. ماشي. وما خدش السعرات المظبوطه لجسمه، يا اما مزود يا اما مقلل. فابدا بقى اظبط له الدنيا، اقول له لا طريقه اكلك دي غلط، هتعمل لك مشاكل. تمام. فلازم ابدا اظبط له بقى نظام غذائي مناسب. طريقه اكله بتاع امبارح ده مش معبر عن طبيعه اكله، يعني امبارح مثلا كنا خارجين وبتاع وكلنا من الشارع، بس احنا مش كل يوم بناكل من الشارع يا دكتور. تمام. فاقول له معلش، طب في بقى حاجه اسمها فود دايري، ادي له اجنده كده صغيره، اقول له اكتب اكلك لمده 3 ايام جايه، مثلا حد واثنين وثلاث وتعالى لي الاربع. خلاص، اكتب اكلك لمده 3 ايام جايه، اي اكل تاكله تكتبه لي في الايه، في الاجنده. خلاص، نوع وكميه. اخد بقى الفود دايري دي في يوم بقى الاربع بقى، وابدا احلل بقى الاكل، اشوف بقى بياخد السعرات اللي جسمه محتاجها ولا لا، ولا ملخبط. خلاص، مركز في الاكل، مركز على حاجات وسايب حاجات، ابدا بقى اظبط له الدنيا. ماشي. دكتوره ايه بتقول، دكتور هو عموما في العادي ما حدش بيبقى عارف اكل كام معلقه. ما انا هقول له بقى اكتب، هو لو هو مش فاكر كل كام معلقه او كده، انا هديله الاجنده واقول له اكتب لي بقى، كل ما تيجي تاكل اكله اكتب لي بقى كل كام معلقه. فاهم الفكره يا دكتور؟ كميه اللحمه اللي انت اكلتها قد ايه، وزنها، وقول لي عليها. ماشي يا دكتور. لمده 3 4 ايام جايه، وابدا اخدها واحللها. ماشي. ابدا اعمل حاجه اسمها فود فريكوينسي، اشوف بقى ايه باترن بتاع الدايت بتاعه، النمط الغذائي بتاعه ماشي ازاي. اشوف بقى المجموعات الغذائيه كده، وابدا امشي له عليها واحده واحده. المجموعات اللي فيها نشويات، اقول له العيش، بتاكل عيش قد ايه، كل وجبه بتاكل فيها كام رغيف عيش، خلاص، قد ايه رز، قد ايه مكرونه، وكم مره في اليوم، وكم مره في الاسبوع، فاهم الفكره؟ ابدا اشوف بقى كميه الاكل ونوع الاكل. تاكل بطاطا، تاكل بطاطس، اي حاجه فيها نشويات اتكلموا عنها. خلاص. شوف جروب البقوليات، تاكل فول قد ايه، خلاص، حمص، عدس. اساله عن اللبن، الزبادي، الجبن، تشرب لبن
كل يوم؟ اه يا دكتور بشرب لبن كل يوم. كميه اللبن قد ايه؟ كوبايه ولا كوبايتين؟ وحجم الكوبايه، كوبايه صغيره ولا كوبايه كبيره؟ ابدا اسال واستفسر. كميه الجبنه اللي انت بتاكلها بتركز على ايه؟ انواع الجبن اللي بتحبها؟ طب بتاكلها كم مره؟ طب كذا، فاهم الفكره؟ ابدا اساله بقى عن كل ايه، عن كل نوع اكل بتفاصيله، كميات الاكل وتكراره، بيكرروا كم مره في اليوم، في الاسبوع، في الشهر، اللحمه، الفراخ، السمك، البيض، ماشي، الفاكهه، بتاكل فاكهه قد ايه، وانواع الفاكهه اللي مركز عليها، وبتاكلها كم مره في اليوم ولا في الاسبوع ولا في الشهر ولا ايه، تمام، الخضار، السلطه، اسال على كل حاجه. الزبادي ميزته ان هو بيبقى فيه بكتيريا نافعه يا دكتوره جيلان، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل قدام. الزبادي افضل طبعا من اللبن شويه، لان بيبقى فيه بروبايوتكس. بروبايوتكس دي اللي هي البكتيريا النافعه، فدي مفيده جدا للجهاز الهضمي. لذلك حتى لو واحد لو بطنه وجعاه وبتاع عنده انتفاخات ومشاكل في الهضم والكلام ده، يقول لك اشرب رايب او كل زبادي، تلاقي فعلا المعده بترتاح جدا، لان بيبقى فيها بكتيريا نافعه بتساعد على تهدئه المعده والامعاء وكده، وتقوي المناعه بتاعت المعده والامعاء. والكافير طبعا، والزبادي، والجبن زي الجبنه الريكفور مثلا، والجبن اللي هي المخمره دي اللي هي بيبقى فيها نسبه ايه؟ بيبقى فيها نسبه بكتيريا. اشهرها بقى طبعا الريكفور. جبنه ريكفورد دي مشهوره قوي، تلاقي حتى طعمها مش حلو قوي، بيبقى فيها نسبه ايه؟ بكتيريا. والقريش حلوه كويسه برضو، فيها نسبه بكتيريا بسيطه، تمام، ممتازه طبعا، بس لازم تجيب من مصدر موثوق منه، والكلام ده طبعا بالتفصيل هنتكلم عنه قدام. ماشي يا دكتور. طبعا انت عرفت بقى طبيعه اكله عامله ازاي وكده، هتبدا بقى شفت بيحب ايه بيكره ايه، فتعمل نظام غذائي مناسب. الحاجات اللي بيحبها تكتر، من الحاجات اللي بيكرهها ابعد عنها. لو مثلا ايه، ما في حاجه مهمه لازم ياكلها هو، سواء ما بيحبهاش بس لازم ياكلها، يعني مثلا مش الاطفال مثلا ما بيحبوش يشربوا اللبن ساده، خلاص اعمل لهم لبن مثلا بالفاكهه، مثلا عصير مثلا ايه، موز باللبن، فراوله بلبن، اغير له طعم اللبن، ما يشربش اللبن ساده يعني، خلاص ابدا اغير له. ما بيحبش اللحمه مسلوقه، اعملها له، افرمها له، اعملها له كفته في البيت بطريقه صحيه، ماشي. فاعرف طبيعه الاكل. عنده مثلا نقص حديد، فركز على المجموعات بتاعه الحديد، اشوف بقى بياكل حديد فعلا ولا لا. لقيته ايه، ما بياكلش، يبقى ده نقص حديد نتيجه نقص الانتاج، هو ما بياكلش اكل فيه حديد، لذلك جاله انيميا نقص حديد. ماشي. طب افرض بياكل حديد كويس ولقيت عنده نقص حديد، يبقى عنده مشكله في امتصاص الحديد، تمام. فلما اجي اعالج له الحديد، ادي له الحديد ده حقن، ما اديهولوش بقى اقراص. ولما ادي له اكل غني بالحديد، اكتر له من فيتامين سي اللي بيزود امتصاص الحديد، الفلفل والليمون والجوافه، الحاجات اللي فيها فيتامين سي اكترها له، والليمون والبرتقال والحاجات دي، عشان الفيتامين سي بيزود امتصاص الحديد. ماشي يا جماعه. يبقى انا اي واحد بيجي لي لازم اعمل نظام غذائي مناسب ليه، افصل النظام الغذائي اكوردنج للحاله اللي قدامي. ازاي بعمل الاربع حاجات دول؟ الانثروبومتري، قياسات الجسم، اعمل له التحاليل عشان اشوف سوء التغذيه اللي جاي بقى له مده صغيره، اعمل له الكلينيكال اسسمنت، الفحص السريري الشامل من راسه لضفر رجله، اعمل له ايه، اشوف طبيعه اكله عامله ازاي. اوكي يا جماعه. كل الكلام ده اتكلمنا عنه المره اللي ايه، اللي فاتت، واتكلمنا عن الطاقه، وقلنا ميزان الطاقه اللي داخله قد الطاقه اللي خارجه، يبقى الوزن هيفضل ثابت. الطاقه اللي داخله اللي هو الاكل اللي انا باكله، الاكل بيخش جواه بيتحرق، خلاص، جزء في الاكل، تلتين الاكل بيتحرق وقت الراحه، يعني انا وانا قاعد دلوقتي خلاص في حرق في الاكل شغال جوايا، تمام. لذلك تلاقي مخي شغال، والرئه والكبد والكلى، جسمي شغال، يبقى ده حرق اثناء الراحه. معدل الحرق اثناء الراحه يسموه بيزل ميتابوليك ريت، تمام. وفي حرق اثناء المجهود، قمت بقى جريت، طلعت سلم، بتاعت اتنرفزت، اتعصبت، في حرق اثناء المجهود بتاع الرياضه بقى. يبقى الاكل اللي داخل ده الطاقه اللي داخله، ماشي، والايه، والاكل اللي خارج الطاقه اللي خارجه بقى، اللي هو الحرق اثناء الراحه والحرق اثناء الايه، المجهود. لو ده قد ده، لو الاكل اللي داخل قد الحرق، تمام، وزني يثبت. طب لو اللي داخل اكتر من اللي خارج، باكل كتير قوي وحرقي ضعيف، يبقى وزني هيزيد. طب لو اللي داخل اقل من اللي خارج، اكلتي ضعيفه خلاص وحرقي عالي، بجري واتنطط واروح واجي ومش عارف ايه، تلاقي وزني يبدا ينزل، ابدا يحصل لي خساره في الوزن، ماشي. فانا دوري بقى في الايه، في التغذيه، ان انا ابدا اظبط له الميزان ده. يعني مثلا اللي داخل قد اللي خارج، تمام، فوزنه ايه، الوزن ثابت والحمد لله وزنه مظبوط، خلاص ادخل له اكل قد الايه، قد اللي خارج منه، عشان يفضل وزنه يفضل ثابت، لان الحمد لله وزنه جاي لي مظبوط. لقيت لا ده هو وزنه عالي، بياكل كتير وحرقه قليل، ابدا بقى اقلل له الاكل اللي داخل، اقلل له السعرات اللي داخله من الاكل، وابدا ازود له الحرق بالرياضه، ماشي، عشان يبدا وزنه ينزل معايا. خلاص جسمه محتاج 3000 سعر، لا اديله 2000 سعر، قللت له السعرات اللي داخله فجسمه طبعا، وابتديت ازود له الحرق في الرياضه. فايه اللي حصل؟ الجسم ايه ده الاكل اللي داخل لي قليل، وانا عايز احرق عشان بلعب رياضه دلوقتي وبتاع، فابدا احرق في الدهون المتخزنه، فيبدا وزنه ينزل.
واحد يا دكاتره رفيع عنده نحافه، اكلته ضعيفه وبنفس الوقت بيحرق كتير، فابدا ايه اكتر له في الاكل، اديله اكل ازيد من احتياجاته طبعا بطريقه مظبوطه، وابدا اقلل له بقى الايه الحرق بتاعه ده اللي هو الحرق او جري التنطيط اللي هو بيعمله ده، دي اقلله شويه. برافو عليك، اضرب في 40. برافو عليك يا دكتور، انت سمعتي المحاضره اللي فاتت. فيبدا وزنه يزيد معانا. ماشي. وعرفنا بقى الحرق ده طبعا حاجه مش ثابته، والحرق اللي هو اثناء الراحه ده، الوزن بقى الحرق اثناء الراحه ده مش ثابت، كل واحد الحرق بتاعه مختلف عن الثاني. تمام. وفي عوامل بقى بتاثر في الحرق بقى، السن بقى والنوع، راجل ولا ست، فاكرين الكلام ده؟ ومرحله نمو ولا مش مرحله نمو، وفي هرمونات بتاثر، وفي الاسترس بيأثر، فاكرين؟ والنوم. ماشي. في عوامل كتير قوي بتأثر في الايه؟ في معدل الحرق. هنتكلم بقى النهارده بقى ان شاء الله بقى عن ايه؟ خلاص نكمل بقى ان شاء الله الورق بتاع المره اللي فاتت اللي هو ايه؟ المين فود نيوترينتس بقى، المغذيات الاكل الرئيسيه زي ما قلنا ان اكلنا تمام بيتكون من حاجه ايه اسمها ماكرو نيوترينتس ومايكرو نيوترينتس، مغذيات كبيره بحتاجها بالجرامات، النشويات والدهون والبروتين، ودول بيتحرقوا اقدر اكون منهم طاقه. يعني جرام النشويات بيدي 4 سعر، جرام البروتين بيدي 4 سعر، جرام الفات بيدي 9 سعر. وعشان اطلع الطاقه من النشويات والدهون والبروتين انا محتاج مايكرو نيوترينتس، مغذيات صغيره. خلاص جسمي محتاج كميات قليله بالملي جرام بالمايكرو جرام بالبيكو جرام اللي هم الفيتامين والايه والمينرال. دكتوره ايه بتقول؟ دكتور لو حد عنده نحافه في حالات صعب نزود الاكل لان هو اكيد مش بيبقى بياكل كويس. هنعرف الكلام ده في محاضره كامله للنحافه. خلاص فاحنا هنعرف هنظبطها له ازاي، يعني ازاي نشجع له الاكل يبقى اكله مثلا كميته صغيره وسعراته عاليه، يعني اكل مركز. فاهم الفكره؟ ماشي يا دكتور. ممكن اديله مكملات من بره تفتح له الشهيه شويه كده، اشوف سبب طبعا النحافه ايه ويتعالج. لازم نشوف سبب النحافه الاول ايه يتعالج، وسبب الشهيه المسدوده ويتعالج، وبعد كده ببدا اعمل له نظام غذائي مناسب ليه. ماشي. المغذيات الصغيره بقى اللي هو الفيتامين والمينرال قلنا دول بنفسهم كده زيرو كالوري، دول ما بيتحرقوش بنفسهم، دول زيرو كالوري. تمام. دول الكاتاليست، العامل الحفاز اللي هيبدا يخرج لك الطاقه من النشويات والدهون والايه والبروتين. لذلك قلنا طبق السلطه والفاكهه مهمين جدا لايه؟ لحرق بقى الاكل بتاعنا، الماكرو نيوترينز، الرز، العيش، المكرونه، الزبادي، اللحمه، الفراخ، السمك، البيض، الفول، العدس، الحمص، اي اكل بقى فيه نشويات ودهون وبروتين عشان تقدر تستفيد منه استفاده كويسه لازم يبقى عندك فيتامين وايه؟ ومينرال. الفيتامين والمينرال قلنا طبعا في الخضار والايه؟ والفاكهه موجودين بايه؟ بشكل كويس. طبعا الايه انت لو هتعمل نظام غذائي متوازن النشويات تبقى 50% من السعرات. النشويات بتكون نص اكلك، 50% من سعراتك نشويات، لان النشويات مهمه لطاقه الجسم. يعني جسمك متبرمج ان هو يحرق في الاساس نشويات. ماشي. وهنتكلم على الكلام ده النهارده بالتفصيل. فتلاقي اكتر حاجه انت هتاكلها النشويات، 50% من سعراتك من النشويات عشان الطاقه، تديك طاقه بقى. تمام. و20% بروتين، مهم لازم كل يوم تاخد احتياجك من البروتين اللي هو حوالي 20% بروتين، لان البروتين مهم جدا مش للطاقه بقى، للبناء الجسم وصيانه الجسم. هو ده اللي بيبني لك جسمك، يجدد لك الخلايا، خلاص يبني لك الشعر، الضوافر، الجلد، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء. ماشي. انقسام للخلايا، يعمل نمو للاطفال، يحافظ لك على العظم، يعمل لك كتله عضليه، العضل بتاعنا بروتين. فانت لازم تاخد كل يوم احتياجك من البروتين، مش عشان الطاقه، لا عشان ايه؟ البناء وصيانه الجسم. يبقى النشويات تبقى 50%. لو انت هتعمل نظام غذائي متوازن النشويات 50% من اكلك، من سعراتك نشويات، 20% بروتين عشان البناء والطاقه. تمام. 30% فات بقى، 50% نشويات، 20% بروتين، 30% فات. ال 30% فات من السعرات دول الدهون طبعا جزء منها داخل في الطاقه، جزء منها داخل في الطاقه. يعني قلبك ده ما يعرفش يحرق الا دهون على فكره. تمام. عضلاتك بتحرق دهون في وقت الراحه، وقت المجهود بتحرق نشويات اكتر. تمام. وفي جزء من الدهون داخل في بناء الجسم وصيانه الجسم. يعني خلايا جسمنا السيل ممبرين، الاغشيه البلازميه للخلايا متكونه من كوليسترول، من دهون. الكوليسترول داخل في تصنيع هرمونات في جسمك، هرمون التستوستيرون، هرمون الذكوره، ده جاي من الكوليسترول، من الدهون. هرمونات الانوثه، الاستروجين، البروسترون، جايه من الدهون. فالدهون مهمه. 30% من ايه؟ من السعرات بتاعتك المفروض تاخدها دهون، طبعا دهون صحيه، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. اوعى تنسى الووتر، الميه. جسمك بيحتاج 30 مللي ميه لكل كيلو. اوزن جسمك واضرب في 30. جسمي 70 كيلو يبقى 30 في 70 يبقى كام؟ 2100 مللي ميه، 2 لتر ميه، 8 كوبايات ميه على مدار اليوم. لا وزني 80 كيلو يبقى 80 في كام؟ في 30، 2400، 2 لتر ونص، 10 كوبايات ميه على مدار اليوم. لازم تاخد احتياجك من الووتر لان انت 70% من وزنك ميه. تمام.
في بقى حاجات انت بتحتاجها بكميات بسيطه، الفيتامين والمينرال اهو دول مايكرو نيوترينز بتحتاجهم بالملي جرام، مايكرو جرام، بيكو جرام، مهمين قوي ما ينفعش تاثر فيهم. يعني الكربوهيدرات والبروتين والفاتس تاخدهم بالجرامات كميات كبيره، لكن الفيتامين والمينرال انت بتحتاجهم بكميات ايه صغيره عشان تقدر بقى تستفاد من النشويات والدهون والبروتين. انت محتاج فيتامين ومينرال، هم دول الكاتاليست، العامل الحفاز لعمليات الحرق بقى وعمليات بناء الجسم. فالفيتامين والمينرالز مهمين جدا 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 ما ينفعش تاثر فيهم. ماشي يا جماعه؟ تمام. في حاجات بقى طبعا ما بتتهضمش زي الالياف، في حاجات بقى لا تهضم زي الايه الالياف، زي ما دخلت زي ما خرجت ما بتتهضمش، هنتكلم عنها النهارده برضو بالتفصيل ان شاء الله. ومهمه جدا ان انت تاخدها، يعني الالياف دي مهمه، بتشبعك، تخليك تحس بالشبع، بتعالج لك الامساك، بتقلل امتصاص الايه الدهون والسكر، فتظبط لك سكر الدم وتقلل لك الايه الدهون في الدم، هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده بالتفصيل. هي مهمه لازم تاخد احتياجك منها. ماشي. هنتكلم بقى عن الميه. الميه طبعا هي مكون رئيسي لجسمنا، حوالي 70% من وزننا ميه. 70% من وزنك ميه. لما بنعمل تحليل انبادي في الغالب معظم الناس بتجي لنا نسبه الميه اقل من 70%، تلاقي مثلا 50 تمام 40%، يبقى ده ما بيشربش ميه كويس. لازم تاخد احتياجك اليومي من الميه. انت جسمك اساسا متركب من ميه، 80% من وزن المخ ده ميه، عينيك دي 80% منها ميه، العضلات دي 75% من تركيبها ميه، الكبد الكلى 80% منهم ميه، الدم بتاعنا 94% منه ميه اللي بينقل لك بقى الاكسجين والمغذيات، الدم ده 94% منه ميه. فلازم الميه دي حاجه اساسيه، يعني دي سبحان الله وجعلنا من الماء كل شيء ايه حي، اساس ما ينفعش تاثر في شرب الايه الميه. مهمه جدا لهضم الاكل، الدايجيشن، عشان الاكل يتهضم كويس لازم تشرب ميه كويس، تاخد احتياجك من الوتر. لو ما شربتش ميه تلاقي عندك عسر هضم وسوء هضم، تلاقي في مشاكل بقى في الهضم بتاعك، تلاقي بطنك توجعك بقى والامعاء والقولون العصبي خلاص، والبكتيريا بقى تبدا تخمر الاكل لانه ما اتهضمش كويس، البكتيريا اللي في القولون، فتلاقي انتفاخات وغازات ومشاكل. لكن لو شربت ميه ما شاء الله هضم الاكل هيبقى احسن. امتصاص الاكل محتاج ميه. تمام. عشان الاكل يمتص كويس، يتهضم كويس ويمتص كويس انت محتاج ميه. تمام. وظائف الجسم كلها محتاجه ميه. ماشي. يعني انت لو ايه يا جماعه، احنا قلنا 83% من مخنا ميه، لو انت قللت، لو الميه قلت في جسمك، جالك جفاف، خسرت 2% من الميه، ادائك في العقل هيقل، هتلاقي نفسك مش مركز، مدروخ، مسقط. في ناس كده تلاقيها يا دكتور انا مدروخ مسقط مش مركز، بسبب ان هو ما بيشربش ميه كويس. انت بتشرب ميه قد ايه كل يوم؟ يقول لك يا دكتور ما بشربش الصراحه، ما بحسش بالعطش قوي، ممكن وانا بتوضى بشرب خد لي بق ميه كده وخلاص. ده غلط. خلاص انت كده ايه، نسبه الميه في مخك قلت، جالك جفاف، المخ مش شغال كويس بسبب نقص الميه. تمام. قله شرب الميه يا جماعه جامد، لو قلت الميه في جسمك 10% انت خطر على حياتك، يجي لك جلطات وممكن تموت فيها. خلاص الدم بتاعك هيبقى لزج، ممكن يجي جلطه تتوفى، مصيبه سوداء. فالجفاف وان انت ما بتشربش ميه ده مصيبه كارثه. طب يا دكتور انا المفروض احترم من الميه قد ايه؟ احنا قلنا 30 مللي لكل كيلو، اوزن نفسك واضرب في 30. ماشي. يعني في المعدل من 2 لتر ل 3 لتر، من 2 لتر ميه ل 3 لتر ميه، من حوالي من 8 كوبايات ميه ل 12 كوبايه ميه. اوكي يا جماعه؟ الكوبايه بتبقى ربع لتر، الاربع كوبايات لتر، فانا مثلا لو محتاج 2 لتر ميه يبقى حوالي 8 كوبايات ميه في اليوم. خلاص قسمهم بقى طبعا على مدار اليوم كله. ماشي. مش اشرب الايه ال 2 لتر كده اجيب بقى ايه ازازتين ميه كبار كده واقوم تك 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 اربعهم على مره واحده، انت هتشربهم من هنا تلاقي نفسك دخلت الحمام من هنا فضيتهم. لا، لازم تقسم الميه على مدار اليوم. محتاج 10 كوبايات ميه، قسمهم مثلا كوبايتين كل صلاه، كوبايتين ميه كل صلاه عشان جسمك يقدر يستفاد. طب يا دكتور لو انا زودت في الميه شويه، يعني مثلا جسمي محتاج 3 لتر، زودت مثلا 3 لتر ونص 4 لتر، زودت زياده، ما تقلقش، جسمك عنده مقدره ما دام كليتك سليمه يقدر يطرد الميه الزياده دي، يطردها بقى في الايه، في الاكسكريشن، في العرق، في البول. ماشي. في البراز بينزل شويه ميه، في بخار الميه. يعني انا لو جبت ازازه ميه، ازازه كده قدامي، ازاز قدامي، عملت كده خلاص هتلاقي في بخار ميه طلع، ده من ضمن الاكسكريشن بتاع الوتر. فما اقلقش لو الميه زادت. تمام يا دكتوره جيلان، انا نسيت ابعت لك الفيديو ده، هبعته لك والله. حاضر، انا عامل فيديو مفصل عن الموضوع ده. ممكن تضيفي شويه ملح للميه، بس اوريدي الميه اوريدي فيها املاحها، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله.
المره الجايه انواع الملح بقى والحاجات دي اللي هو الايه المايكرو نيوترينز، هنتكلم على الفيتامينز والمينرال بالتفصيل. فهنتكلم على الصوديوم وانواع الملح، الملح الصخري وملح البحر والفرق بينهم ايه وفوائدهم ايه، كل الكلام ده هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل قدام. وخطوره الملح لمريض الضغط العالي، كل الكلام ده جاي. ماشي. فاحنا بنحتاج حوالي ايه 8 كوبايات لا ايه ل 12 كوبايه ميه من 2 لتر ل 3 لتر. ماشي. لو الميه قلت طبعا في جسمنا الدم هيبقى مملح، دمك يبقى فيه نسبه الملح هتعلى فيه، فتلاقي سبحان الله ربنا يطلع لك هرمون اسمه اي دي اتش، انتي دايوريتك هرمون، يقفل لك الكلى، يعمل شت داون للكلى. مش وقت بول دلوقتي، ياخد الميه اللي المفروض كانت تكون البول يرجعها للدم عشان يخفف لك الملح اللي زاد. يعني لو دمي مملح نسبه الملح فيه زادت خلاص، فتلاقي سبحان الله الجسم يقوم مطلع على طول في المخ حاجه اسمها البوستيريور بيتوتري جلاند، الفص الخلفي للغده النخاميه، ده بيدوق الدم، بيدوق الدم. لو لقى الدم مملح نسبه الملح زادت الصوديوم زاد، على طول يقوم باعت ايه هرمون اسمه اي دي اتش، انتي دايوريتك هرمون، يمنع الدايوريسز، يمنع البول، يقفل الكلى، شت داون للكلى. دلوقتي مش وقت ايه تبول، دلوقتي اخد الميه اللي المفروض هتكون البول ارجعها للدم عشان اخفف بيها الملح اللي زاد. سبحان الله. لو الملح قل يطلع هرمون اسمه الدوستيرون يجيب ملح ماشي من الكلى عشان يظبط نسبه الملح في الدم. سبحان الله يعني. فالميه بتتظبط، يعني الميه نسبتها ايه بتتظبط في جسمنا، ربنا مدينا مقدره ان احنا نظبط نسبه الميه عن طريق مع الاملاح وكده وهرمونات بتظبط لي نسبه الميه في ايه في جسمي. طبعا انت لو ما شربتش ميه المده الطويله ايه اللي هيحصل لك؟ يجي لك جفاف بقى، هيجي لك جفاف. خطوره الجفاف خطر جدا. 2% لو قلت الميه في جسمك بنسبه 2% تلاقي ادائك العقلي يتاثر. لو قلت بنسبه 10% انت معرض للوفاه. لو الميه نزلت في جسمك جالك جفاف ونسبه الميه قلت بنسبه 10%، يعني واحد قاعد يسهل كتير، اسهال 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 وترجيع، ففقد ميه جامد، لازم يتعوض، لازم نلحقه. بنديله محلول حاجه اسمها محلول الجفاف، بيبقى ميه وفيها املاح عشان اعوض له الميه والاملاح اللي فقدها. ماشي يا دكاتره. الناس اللي بتلعب رياضه وبتعرق كتير في الرياضه طبعا، بيلعب كارديو، بيجري، بيلعب كوره بتاع، فبيعرق كتير، لازم يشرب ميه، يعوض ميه وسوائل وكده. لو ما شربش ممكن يموت، القلب يقف، المخ يتاثر، يجي له جلطه، مصيبه سودة. فالميه من الحاجات المهمه جدا اللي ما ينفعش واحد ياثر في شربها. تمام. وما ينفعش تشرب ازيد من اللازم، لو شربت كتير قوي ازيد من اللازم يعني جسمك يقدر يطرد الزياده، لو ازيد من اللازم يحصل تسمم بالميه، يحصل بقى ايديما، تلاقي جسمك بقى يبدا يرشح ميه بقى بتطلع بقى في ايديك ورجليك، بريفرال ايديما، ميه تعوم في الجسم كله، استسقى، تلاقي البطن مليانه ميه، انت شربت ميه ازيد من اللازم بكتير قوي، ميه تبدا تطلع في الرئه تؤدي للوفاه. تخيل بقى بدل الهواء في ميه في الرئه، يقول لك ده عنده ورم وارتشاح ايديما في جسمه، تلاقي ايديه مورمه، رجليه مورمه، جسمه مورم، بطنه مورمه، ده نتيجه ان هو شرب ميه كتير قوي ازيد من اللازم. او عنده مشكله بقى في الكلى، الكليه بقى باظت، فالكليه مش عارفه تخرج الميه الزياده دي، فتبدا الميه تتراكم في الجسم، فدي كارثه. في الحاله دي بقى بنبدا نقلل شرب الميه في الحالات المرضيه، بدل مثلا 2 لتر نقول له جسمك خد لتر واحد بس. ماشي. يعني في الحالات المرضيه بنبدا نقصر الايه، نقلل. اسم العلمي الايه للاديمه اكتبها لكم، اديمه اللي هي الورم والارتشاح، الاديمه اهو اكتبها لكم، اديمه الورم والارتشاح اسمه كده. تمام يا دكتور. امتى الجسم يبدا يورم ويبقى فيه ارتشاحات في الجسم والجسم يعبي ميه؟ لو في مشكله في الكلى، او في مشكله في الكبد، او في مشكله في القلب. يعني دي اخطر 3 امراض بيحصل معاهم ورم وارتشاح. مشكله في القلب، القلب فاشل مش عارف ينقبض ومش عارف ينقبض كويس، فتلاقي الجسم يبدا يرشح ميه. والكبد لو تعبان يبدا يحصل فيه ايديما برضه، تتركز بقى في البطن، يقول لك عنده اسايتس، عنده استسقاء. لو الكلى تعبانه برضه بيبدا يحصل ايديما. ماشي يا جماعه. ورم وارتشاح. في حالات الاديمه لازم نقلل شرب الميه بقى. الدكتور طبعا هو اللي بيحدد لك، يقول لك انت دلوقتي نسبه الميه في جسمك عاليه وفي ورم وارتشاح وكده، فبنقلل نسبه الميه اللي داخله. ماشي يا دكاتره. الدكتور بقى بيحددها، يعني هو بقى بيعمل يبدا يشوف الاديمه دي بقى جايه منين، ايه سببها، يعمل بقى وظائف للقلب، ايكو للقلب، يعمل وظائف كلى، وظائف كبد. فاهم الفكره يا دكتور؟ شوف ايه الاورجان اللي بايظ بالظبط. تمام. ويبدا بقى يحلل بقى، يعني يبدا يشوف بقى ايه المشكله في ايه ويبدا يعالج.
تمام. بس في حاله بقى ان جسمك ابتدى يعبي ميه لازم يقلل نسبه الميه اللي داخله. ماشي تمام يا دكتور. بيبدا يدي بقى مدرات بول عشان يطرد الميه الزياده دي في الجسم. ماشي. ويبدا يقلل شويه الميه اللي هي اللي داخله بقى. انت جسمك بيعبي ميه كتير فلازم نقلل نسبه الميه اللي داخله. تمام. موضوع كبير كده ان شاء الله. لما ندرس بقى الكبد والكلى والقلب وكده ممكن نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. تمام يا دكتوره جيلان. تمام. هنتكلم دلوقتي على الماكرو نيوترينز، المغذيات الكبيره. هنتكلم اول حاجه عن النشويات، الكربوهيدرات. طبعا الكربوهيدرات موجوده في جسمنا، هي الاساسي للطاقه للحرق. جسمنا متبرمج ان هو يحرق نشويات، دي المين سورس للانرجي في الجسم. جسمنا متبرمج افضل حاجه يحرقها النشويات. مخنا ده ما يعرفش الا سكر، المخ بتاعنا ده ما يعرفش الا سكر الا نشويات. تمام. يعني حتى 60% من النشويات اللي بتخش جسمنا بتروح للمخ، والباقي ال 40% الجسم كله الباقي بقى. تمام. يبقى الكربوهيدرات النشويات اللي احنا بناكلها هي الاساسي للطاقه، هي الاساسي للطاقه في جسمنا. جسمنا متبرمج انه يحرق نشويات في الاول. طب خلص النشويات، يبدا بعد كده يبدا يخش على الدهون. يعني انت لو ما اكلتش نشويات او خلصت النشويات اللي جسمك حرق النشويات كلها، يبدا الجسم بعد كده يخش على خط الدفاع الثاني، يبدا الجسم يحرق في الدهون. خلص الدهون بعد كده يبدا يخش على البروتين بقى، يبدا يكسر بقى في العضلات في البروتين. فاحنا عندنا 3 خطوط دفاع. جسمك يحرق الاساس بتاعنا النشويات، خلص النشويات يخش بعد كده على ايه؟ على الدهون. خلص الدهون بعد كده يخش على اخر حاجه بقى البروتين. لذلك في المجاعات ابناء الصومال تلاقي جلد على عظم. ليه؟ خلص كل النشويات المتخزنه في جسمه، وبعد كده خلص كل الدهون، وبعد كده خلص العضلات بقى بروتينات، فبقى جلد على عظم. ماشي. طب مين اللي بيخرج الطاقه من النشويات؟ يعني انت عشان النشويات دي تطلع منها الطاقه بتخرج، مين اللي مسؤول عن اخراج الطاقه من النشويات؟ هرمون اسمه الانسولين. هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده يا جماعه بيطلع من البنكرياس. في خلايا كده في البنكرياس اسمها جزر لانجرهانز، ايلتس اوف لانجرهانز. تمام. جزر لانجرهانز دي فيها خلايا اسمها البيتا سيل، هي دي اللي بتفرز الانسولين. لو كلت نشويات يوم الانسولين طالع. الانسولين ده بيطلع بقى من البنكرياس يعمل ايه؟ ياخد السكر النشويات اللي عالي في الدم ده، يبدا يشغل ليه مستقبلات على الخلايا، ريسبتورز على خلايا الجسم، فيبدا يفتح الخلايا للسكر، فالسكر يخش جوه الخلايا يتحرق ويدي الطاقه. يبقى مين اللي بيخرج الطاقه من النشويات؟ الانسولين. اول لما تاكل نشويات يا جماعه الانسولين يطلع، يوم الانسولين واخد السكر اللي عالي في الدم ده، النشويات السكر اللي عالي في الدم ده يشغل الريسبتور بتاعته الانسولين، بيبقى ليه زي الكوالين كده على ريسبتور الانسولين عامل زي المفتاح، يبقى ليه كوالين على على الخلايا ريسبتورز. اول لما الانسولين يتحد بالكالون بتاعه يقوم فاتح الخليه للسكر، يقوم السكر داخل من الدم للخليه ويتحرق. جلوكوز ابتيك اند يوتيلايزيشن. ماشي. السكر طبعا بيتحرق جوه الخلايا، يكون بقى ثاني اكسيد كربون. نواتج حتى حرق السكر مواد نظيفه، يعني حرقت السكر طلعت الطاقه اللي انت عايزها، جرام النشويات بيدي 4 سعر. نواتج الحرق بتاعت السكر مواد نظيفه، ثاني اكسيد كربون بيطلع في الزفير، ميه تخرج في العرق في البول في البراز، ويديك الطاقه اللي انت عايزها. لذلك حتى انا بسمي النشويات دي بنزين 95، دي انضف حاجه تحرقها النشويات. طب افرض انا ما عنديش انسولين يا دكتور، مريض سكر، مريض السكر ما عندوش انسولين بقى، او عنده الانسولين موجود بس مش عارف يشتغل، عنده حاجه اسمها مقاومه انسولين. الانسولين موجود بس الريسبتورز بايظه في الخلايا، او الريسبتور عددها قليل، عنده مقاومه انسولين. الانسولين موجود بس مش عارف يشتغل، كأن الانسولين مش موجود. فايه اللي هيحصل؟ السكر هيفضل عالي فين؟ في الدم. السكر يفضل يعلى بقى في الدم، ابقى مريض سكر بقى. يبقى ليه سموه سكر؟ لانه بيبقى عنده علو للسكر في الدم ازيد من الطبيعي، نتيجه ان الانسولين موجود، او الانسولين موجود بس مش عارف يشتغل، فتلاقي السكر عالي في الدم. طب الجسم هيسكت؟ لا، الجسم يضطر بقى ان هو يبدا يحرق في الفات. انا عايز طاقه، مش عارف اطلع، احرق من النشويات، فيضطر الجسم ان هو يخش على خط الدفاع الثاني، يحرق في الدهون. الدهون بقى سولار، يعني بنزين 80 مش نضيفه قوي. حرق الدهون بقى يكون مواد اسمها كيتون بوديز. نواتج حرق الدهون حاجه اسمها كيتون بوديز، اسيتون واسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيتوريك اسيد. دول لو زادوا في دمك يعملوا حموضه في الدم. يبقى الدهون ما بحبهاش قوي في الحرق جامد، لو اتحرقت جامد قوي هتكون مواد حامضيه في الدم، تعمل حموضه في الدم، يسموها كيتو اسيدوزس. يقول لك دي بقى الاطفال مثلا اللي جاله سكر نوع، او فجاه الانسولين اتمنع افرازه، طفل مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين، جسمه فجاه بطل يخرج انسولين،
البيتا سيل اتدمرت، فالانسولين ما فيش، فيبدا السكر يعلى في دمه جامد، تلاقي سكره بقى 400 500 600، دمه بقى عامل زي المربى، بيخش الطوارئ لو دقت نقطه دم كده عنده دمه زي المربى بالظبط، سكره عالي جدا، وجسمه ابتدى يحرق بقى في الدهون. فالدهون لما بتتحرق بتكون له الكيتون بادز دي، الاجسام الكيتونيه دي بتبدا تتكون الاسيتون والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد والايه والاسيتو اسيتيك اسيد، دي مواد حامضيه في الدم، دي توقف المخ، تعمل له حامضيه في الدم توقف له المخ، يقول لك جات له غيبوبه زياده سكر، الولد فجاه وهو بيلعب كده اغمى عليه، ودينا المستشفى ايه لقينا سكره عالي في السماء وريحه بقه وحشه، ريحه بقه ريحه الايه الاسيتون بقى، ريحه الاحماض الكيتونيه دي والكيتونات دي، ريحه تفاح بايظ كده، ريحه وحشه قوي طالعه من بقه، فنعرف ان الولد ده مريض سكر نوع اول. الطفل ده لازم يتلحق، لازم ياخد انسولين فورا، بنديله انسولين خلاص يتلحق عشان انا ابدا احرق بقى السكر واوقف حرق الدهون، ويفضل الولد ده طول عمره ياخد انسولين. ابنك يا مدام ده مريض سكر نوع اول، لازم يفضل مدى الحياه يتشكشك بحقن الايه؟ الانسولين، لان الانسولين ما بيفرزش من جواه، لازم ياخده من بره. ماشي يا جماعه؟ فهمتوا الفكره؟ يبقى الجمله الاولى هي النشويات هي المصدر الاساسي للطاقه، هي دي الجسم معتمد مينلي في الحرق على النشويات، هي دي اللي بتديني الطاقه بتاعت جسمي. طب ازاي؟ مين الهرمون المسؤول عن حرق النشويات؟ الانسولين اللي بيفرز من البنكرياس. الانسولين يطلع يشغل الريسبتور بتاعته، يدخل السكر اللي في الدم للخلايا ويتحرق. يعني انا وانا صايم هتلاقي الانسولين قليل، اول لما اجي افطر وادبها بقى في الاكل السكر يعلى في الدم، النشويات تعلى في الدم، السكر يعلى في الدم، يقوم على طول طالع مين؟ الانسولين، يقوم واخد السكر العالي ده يدخله الخلايا ويحرقه. طب لو انا ما فيش انسولين خلاص، او الانسولين موجود بس مش عارف يشتغل فيه مقاومه انسولين، مش عارف اطلع الطاقه من السكر، تلاقي الخلايا تبدا تحرق بقى في الجلوكوز في الدهون بقى، انا مش عارف اطلع الطاقه من النشويات ابدا احرق في الدهون. نواتج حرق الدهون مواد مش نظيفه قوي، اللي هو الكيتون بادز، الاجسام الكيتونيه دي لو كترت جامد تعمل حموضه في الدم شديده وتعمل غيبوبه وتعمل كوارث. ماشي يا جماعه؟ طب النشويات بقى بتتكون من ايه؟ من الكربون والهيدروجين والاكسجين، كتركيبها كيميائيا هي مواد عضويه متكونه من كربون وهيدروجين واكسجين بنسبه 1 ل 2 ل 1. ماشي؟ كتركيب بقى كيميائي وتفاصيل بقى الكيمياء وشكل الكربون عامل ازاي والهيدروجين والاكسجين دي مش علينا، مش هيجي واحد يقول لك ارسم لي الجلوكوز، ارسم لي الفركتوز، ارسم لي الستارش او الجلايكوجين، مش حد يقول لك كده. احنا المهم عندنا خلاص ايه انواع النشويات بقى؟ ايه هي انواع النشويات؟ انواع النشويات نوعين، في نشويات بسيطه ونشويات معقده، في سمبل شوجر سكريات بسيطه او نشويات بسيطه سمبل شوجر، وفي نشويات معقده. النشويات البسيطه دي بتبقى سكرايه سكرتين ماسكين في بعض، فدول مش محتاجين الهضم بتاعهم بسيط، يعني سريع، يتهضموا بسرعه ويمتصوا بسرعه، حاجه بسيطه فبتتهضم بسرعه وتمتص ايه؟ بسرعه، فتعلي سكر الدم جامد قوي، تلاقي السكر ايه؟ يعلى جامد. لو كلت سكريات بسيطه، كلت جاتوه، تورته، بسبوسه، شوكولاته، تمام، اي حاجه اللي هي سكريات الايه؟ السكر البسيط اللي هو السكر الابيض بتاعنا العادي ده، لو كلت منه حاجات بقى الحلويات والكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ ده سكر بسيط بيتهضم بسرعه ويمتص بسرعه، فتلاقي السكر يعلى في الدم جامد. اول ما السكر يعلى في الدم جامد قوي كده يقوم طالع له مين؟ الانسولين. والانسولين طالع واخد السكر العالي في الدم ده ينزله بسرعه في الدم، يحرقه بقى كويس ويصنع منه دهون، فينزله بسرعه في الدم، تلاقي السكر ينزل في الدم بسرعه. اول ما ينزل في الدم بسرعه تحس ان انت مهبط عايز تاكل تاني، يعني كلت حته الجاتوه شويه كده تلاقي نفسك جوعت عايز تاكل حته جاتوه تانيه خلاص. فتلاقي السكر البسيط انا ما بفضلش اخده، يعني ما بيكتبوش كتير في الانظمه الغذائيه بسبب ايه؟ ان هو بيجوع، ان هو بيتهضم بسرعه ويمتص بسرعه فبيستفز الانسولين، فتلاقي الانسولين يقوم طالع ياخد السكر العالي ده ينزله بسرعه كده في الدم. اول ما ينزله بسرعه في الدم يهبط كده في الدم تلاقي نفسك جوعت هبطت عايز تاكل حته جاتوه ثانيه، عايز تاكل حته تورته ثانيه، عايز تاكل حته شوكولاته ثانيه، فيشجعك ان انت تجوع، ده بيجوع يخليك تاكل كتير. غير بقى النشويات المعقده الكومبلكس شوجر، السكريات المعقده دي بتبقى سلسله سكر ماسكه في بعض، 70 مثلا سكرايه، 100 سكرايه، 300 سكرايه ماسكين في بعض بروابط، ده اللي هو ايه؟ نشويات معقده او سكر معقد، فده بياخد وقت في الهضم. السلسله الكبيره دي من السكر بقى بتاخد وقت بقى في الهضم، تنزل بقى المعده والامعاء فتاخد وقت بقى في الهضم، معقده من اسمها حتى معقده، فايه؟ هضمها معقد تاخد وقت في الهضم. والامتصاص، فتلاقي السكر بيطلع في الدم واحده واحده، بيخش الدم مش مره واحده، لا واحده واحده، فتلاقي السكر ثابت في الدم لمده طويله، تلاقي السكر ثابت في الدم مع النشويات المعقده لمده طويله.
فتلاقي الانسولين ثابت في الدم لمده طويله، تلاقي السكر ما بيقعش فجاه، فتلاقي نفسك شبعان. طول ما السكر كده متظبط في الدم لمده طويله تلاقي نفسك ايه؟ شبعان. خلاص كلت بس عيش بلدي، فول، عدس، حمص، الحاجات دي كلها نشواتها ايه؟ معقده. حتى يقول لك انا باكل الفول اشبع. الفول بيشبعني يا دكتور، اكل فول الصبح يشبعني لغايه 7 بالليل. ليه؟ لان نشواته معقده، سلاسل سكر، وبتقعد بقى في المعده والامعاء مده طويله، وبالهضم بتاعها بطيء، فالسكر بيطلع منها واحده 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 في الدم، فتلاقي السكر ثابت في الدم لمده طويله. طول ما السكر ثابت كده في الدم لمده طويله تلاقي نفسك شبعان، مش مهبط بقى، مش جعان. ماشي. لذلك في الانظمه الغذائيه انا بعمل نظام مثلا، واحد ايه، الناس اللي هو عندها سمنه بتاكل كتير، نحب نكتر لهم الكومبلكس شوجر، العيش يبقى بلدي، فول، عدس، حمص، خضار، الحاجات اللي فيها نشويات ايه معقده، ونقلل من السكر البسيط. نقول لهم قللوا بقى من الحلويات، ماشي، البسبوسه والشوكولاتات والجاتوهات والتورت، تحاولوا يبعدوا عنها او قللوا منها على قد ما تقدروا، لان الحاجات دي هتجوعك، هتخليك تاكل كتير. انا عايز اعمل له نظام غذائي يفضل شبعان ما يجوعش، تمام؟ فلازم اكتر له من الكومبلكس ايه، شوجر، من النشويات المعقده. لو التركيب بقى فيه سكر احادي مونو سكرات، بيبقى سكرايه واحده، ده على طول يمتص، مش محتاج هضم، هو اوريدي ايه، مهضوم جاهز، سكرايه واحده بتمتص على طول لوحدها. خلاص. السكر الاحادي ده زي الجلوكوز، ده طبعا سكر بسيط، ده بيمتص بسرعه ويعلي سكر الدم بسرعه، زي الجلوكوز، زي الفركتوز، زي الجلاكتوز. السكر الاحادي، في سكر احادي اسمه جلوكوز، في سكر احادي اسمه فركتوز، ده بتاع الفاكهه اسمه فركتوز، في الجلاكتوز سكر اسمه جلاكتوز. في بقى ايه، بيبقى سكرتين ماسكين في بعض، داي سكرايد، بيبقوا سكرتين ماسكين في بعض كده برابطه، فده محتاج ايه، يتهضم، السكرتين يتفكوا عن بعض ويمتصوا على طول ويعلوا سكر الدم جامد. فده برضو سكر بسيط، انه سكرتين بالظبط بس ماسكين في بعض كده، على طول يقوموا مفكوكين عن بعض، كل واحد يقوم ممتص ويقوموا داخلين للدم. دول زي مين بقى؟ زي السكروز. السكروز السكر الابيض بتاعنا اللي بنحلي بيه ده في الغالب بيبقى سكروز، هو موجود برضو في العسل والمربى، سكر سكروز والفواكه، تمام، في نسبه سكروز. خلاص. بيبقى جلوكوز ماسك في فركتوز، السكروز ده داي سكرايد، سكرتين ماسكين في بعض. نوع السكر ايه؟ جلوكوز وفركتوز ماسكين في بعض. طب اللاكتوز ده سكر اللبن، ده موجود في اللبن، اسمه سكر اللاكتوز، موجود في اللبن والزبادي، ده بيبقى سكرتين ماسكين في بعض. نوع السكرتين ايه؟ جلوكوز مع جلاكتوز، يبقى سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن بيبقى جلوكوز مع جلاكتوز. خلاص. يا دوبك بس يتفكوا عن بعض كده، يتهضم اللاكتوز ده، يتفك عن بعضه وتلاقي الجلوكوز يمتص والجلاكتوز يمتص. في المالتوز، سكر المالتوز ده بيبقى 2 جلوكوز ماسكين في بعض، 2 جلوكوزتين ماسكين في بعض كده، 2 جلوكوز ماسكين في بعض، فيتفكوا برضو عن بعض كده، يتهضموا ويمتصوا. ماشي يا جماعه. يبقى الدايسكرايد سكرتين ماسكين في بعض، ده سكر بسيط برضو، سكروز جلوكوز مع فركتوز. لاكتوز سكر اللبن، جلوكوز مع الجلاكتوز سكر اللبن. المالتوز 2 جلوكوز ماسكين في بعض، ده في العسل، المالتوز اكتر موجود في العسل، موجود في العسل الابيض والاسود، بيبقى فيه نسبه مالتوز عاليه. ماشي يا دكتور. طب ايه اللي بيفك بقى السكرتين عن بعض؟ تمام. بيقول لك في انزيمات بتطلع في الامعاء الدقيقه بتاعتنا اللي اسمه الانتستين، في انزيمات بتطلع بتبدا تعمل هضم للدايسكرايد، تفك السكرتين عن بعض. يعني في انزيم بيفرز من الامعاء الدقيقه اسمه سكريز، ده بيشتغل على السكروز، مقص كده يقوم فاكك الجلوكوز عن الفركتوز، فالجلوكوز والفركتوز يمتصوا. في انزيم اسمه لاكتيز بيطلع في الامعاء الدقيقه، ده بيشتغل على سكر اللبن اللي هو سكر اللاكتوز، يفك اللاكتوز عن بعضه، يفك الجلوكوز عن الجلاكتوز فيمتص، الجلوكوز يمتص لوحده والجلاكتوز يمتص لوحده. في انزيم اسمه مالتيز، ده بيشتغل على المالتوز، 2 جلوكوز ماسكين في بعض، المالتيز يفكهم عن بعض، مقص كده يجي يقوم فاكك الجلوكوز عن الجلوكوز، فالجلوكوز ايه، يمتص. لذلك لو واحد ما عندوش مثلا لاكتيز، في بعض الاطفال مولوده عندها خلل وراثي، عندها مشكله وراثيه، انزيم اللاكتيز ما بيفرز في الامعاء، فاول لما يشرب لبن الام، برافو عليك، عدم تحمل، صح، برافو عليك، اللي هي الانتوليرنس، لاكتوز انتوليرنس هنتكلم عنها دلوقتي. في بعض الاطفال مولوده خلقه ربنا عندهم خلل وراثي، عندهم نقص في اللاكتيز انزيم، الانزيم اللي بيهضم اللاكتوز مش موجود، فاول لما يرضع من لبن الام تلاقي اللاكتوز يفضل زي ما هو ما اتهضمش، فطبعا مش هينفع يمتص كده، لازم يتفك، لازم يتهضم، فاللاكتوز ايه، يفضل في الامعاء الدقيقه زي ما هو، يقوم رايح للامعاء الغليظه
بتاعه الطفل القولون. طبعا القولون فيه بكتيريا، البكتيريا تبدا تاخد اللاكتوز ده تخمره بقى سكر لبن. البكتيريا ايه ده في سكر جاي لنا، سكر لبن جاي لنا بقى، تبدا تخمر سكر اللبن ده فيتكون منه غازات واحماض، فتبدا الولد بطنه تتنفخ، والسكر طبعا يسحب ميه فيعمل له ايه؟ اسهال شديد. يقول لك شرب اللبن من هنا، اول لما ابتدى يرضع من مامته بطنه اتنفخت يا دكتور، والم في البطن ومغص واسهال شديد جاله، بسبب ان سكر اللبن اللي هو موجود في لبن الام خلاص ما اتهضمش، لان الطفل ده عنده خلل وراثي، خلل جيني، انزيم اللاكتيز ما بيفرز. طب الحل ايه؟ الطفل ده ما ينفعش يشرب لبن مامته، لازم ياخد لبن صناعي، واللبن الصناعي يبقى خالي من اللاكتوز. يقول لك حتى في البان كده في الصيدليه يسموها بيبيلاك اف ال، فري لاكتوز، ما فيهاش لاكتوز خالص. الطفل بقى نعمل له رضعه منها ويشربها بقى، ما تتعبليش معدته، ما فيهاش لاكتوز، لان الطفل ده عنده لاكتوز انتوليرانس، جسمه مش قادر يتعامل مع اللاكتوز، مش قادر يهضم سكر اللبن، فسكر اللبن ينزل عنده يتعبه بقى، ما بيتهضمش، يقوم رايح للقولون، البكتيريا تشتغل عليه تخمره وتعمل غازات وانتفاخات. وفي ناس بقى برضو كبار عندهم المشكله دي، يعني يشرب اللبن يتعب، في ناس تشرب اللبن تتعب قوي، تلاقي بطنها اتنفخت واسهال وانتفاخات ومغص، بسبب ان عنده اللاكتيز افرازه قليل، فاللاكتوز اللي هو سكر اللبن ده ما بيتهضمش، فبيروح طبعا ايه للقولون، البكتيريا تشتغل عليه تخمره وتعمل بقى الغازات والانتفاخات دي. ففي الحاله دي يقول لك الناس دي ما نشربهمش لبن بقى في لاكتوز، شربهم لبن خالي من اللاكتوز. تلاقي حتى الشركات جهينه والمراعي، الشركات الالبان الكبيره دلوقتي عامله البان خاليه من اللاكتوز، فري لاكتوز، تشرب اللبن ما تتعبش. طب يا دكتور الزبادي والجبن تقدر تاكلها عادي ما فيش مشكله، لان الزبادي فيه بكتيريا نافعه، فيه بروبايوتكس بتكسر اللاكتوز، فتاكل الزبادي ما تتعبش. الناس اللي بتتعب من اللبن ممكن ياكل زبادي عادي، او ممكن ياكل الجبن، وخصوصا الجبن الصفراء، الرومي، الشيدر، الفلامنك، تصنيعها وهم بيصنعوا الجبنه تلاقي اللاكتوز اتكسر، اللاكتوز تلاقيه اتكسر، فتاكل الجبنه ما تتعبش. لكن المشكله كلها في اللبن، او خدت اللبن عملت منه كيكه، عملت منه شوكولاته، عملت منه اي حاجه حلويات بتاع، تلاقي نفسك تتعب لان لسه اللاكتوز موجود. ماشي يا جماعه؟ طبعا الكلام ده جاي قدام في محاضره كامله للاكتوز انتوليرنس هنتكلم عنها. دكتوره ايه لو سمحت يا دكتور محتاجين مرجع يكون فيه التعريفات والمصطلحات، ممكن ابعت لكم مرجع على النت. طبعا احنا اللاكتوز انتوليرنس ده محاضره كامله قدام، بس في مرجع هبعته لكم اسمه كراوس، ده اشهر مرجع في العالم بيتكلم عن التغذيه. تمام، ابعته لكم ان شاء الله على الجروب النهارده، ان شاء الله جروب الواتساب اسمه كراوس. الدكتوره جيلان بتقول له هل ده له علاج مع المنع لوقت طويل؟ ممكن على فكره، بيقول لك ايه يعني بيقللوا، يعني مثلا تشربي كوبايه اللبن تقعدي تشربي فيها طول النهار بقى، يعني الناس اللي عندها لاكتوز انتوليرانس بدل ما يشرب الكوبايه كامله كده هيتعب، فنجيب له كوبايه لبن يشرب بق كل ساعه ولا حاجه. مع مرور الوقت بيبدا يحصل ايه؟ ديسنسيتايزيشن، ما ينفعش يشرب لبن مره واحده، ياخدوا ايه؟ بق بق كده، خلاص. فده ايه؟ بيخلي الواحد ما يتعبش، لان هتبقى كميه اللاكتوز اللي داخله قليله جدا مش هتتعبه. طبعا اي واحد طبعا ايه ما بيشربش لبن بسبب اللبن بيتعبه، طبعا ممكن يجي له نقص كالسيوم، فلازم اكتر له من الاكل الغني بالكالسيوم غير اللبن، يعني ياكل سردين، ياكل سلمون، فيهم نسبه كالسيوم محترمه. الفواكه الغنيه بالكالسيوم طبعا البرتقال، الكمثرى، التين، البلح، كل دي حاجات غنيه بالكالسيوم. السمسم طبعا ممتاز، فيه نسبه كالسيوم محترمه. ماشي. ممكن لو الكالسيوم قليل في دمه بقى وبتاع، لان اللبن اشهر مصدر للكالسيوم هو اللبن، وانت ما بتشربش لبن دلوقتي بسبب ان هو بيتعبك، ممكن تاخد كالسيوم من بره اقراص، اوكي. في ساعات في دلوقتي حاجات بيبقى انزيم لاكتيز فعلا، يبقى ايه مع اللبن بيدوا اقراص فيها انزيم لاكتيز انزيم، تشرب اللبن ما تتعبش بقى، انت بتاخده بره اقراص او كباسيل. ماشي تمام يا دكتور. طبعا الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله هناخده قدام في محاضره كامله للاكتوز انتوليرانس. المالتوز، في مالتيز بيطلع يفك المالتوز يبقى 2 جلوكوز ويمتصه. في بقى البوليساكرايد. ماشي، البوليساكرايد اللي هو ايه؟ متعدد السكر، تلاقي سكر كتير ماسك في بعض بروابط، بيبقى من 70 ل 350 سكر جلوكوز، من 70 سكرايه ل 350 سكرايه ماسكين في بعض بروابط، سلاسل سكر كده. فدي طبعا بتاخد وقت في الهضم،
السكر يبدا يطلع منها واحده واحده وتمتص واحده واحده. طب البوليساكرايد السلاسل دي بقى، في سلاسل بتتهضم دايجستبل، يعني ممكن تتهضم تتكسر وتتفك وتمتص، يطلع منها السكر واحده واحده ويمتص. وفي سلاسل ما بتتهضمش، زي ما دخلت زي ما خرجت. ماشي، يبقى انواع البوليساكرايد السلاسل الكبيره متعدده السكر، في سلاسل بتتهضم خلاص، عندك انزيمات تقدر تهضمها وتمتصها، دايجستبل بوليساكرايد. وفي سلاسل ما بتتهضمش، زي ما دخلت زي ما خرجت، كلتها زي ما هي بتطلع في الايه، في البراز، ما بتتهضمش وما بتمتصش طبعا. طب السلاسل بقى اللي بتتهضم زي مين؟ زي النشا، الدقيق. النشا ده اللي هو النشا النباتي اللي هو الستارش. في طبعا دي موجوده في الحبوب، الاميلوز بقى والاميلوبيكتين، دي انواع الستارش اللي هو النشا النباتي اللي هو الدقيق. ده موجود بقى في الحبوب بقى، زي حبايه القمح، حبايه الذره، ماشي، الرز، البرغل، الفريك، ده بيبقى فيه نشا ستارش، سلاسل سكر كبيره. وموجود في الخضار النشوي، الستارش موجوده في الخضار النشوي زي البطاطس والبطاطا والقلقاس، البطاطس والبطاطا والقلقاس، يبقى ده الستارش. تمام، ده طبعا بيتهضم، في انزيمات تبدا تهضم لك بقى في اللعاب، بتطلع من اللعاب ومن في الامعاء الدقيقه ايه الاثنى عشر والامعاء الدقيقه، تبدا تطلع انزيمات تبدا تكسر لك السلاسل بتاعه النشا. تمام، تبدا يمتص منها بقى السكر واحده واحده وبتاع، وتظبط لك سكر دم. في نشا بقى حيواني، في نشا اسمه النشا الحيواني اللي هو الجلايكوجين، دي سلاسل سكر بس دي موجوده بقى ايه، اسمها جلايكوجين، موجوده في الايه، في اللحمه، دي موجوده في العضلات وموجوده في الكبد. الجلايكوجين ده موجود في الايه، في العضل، بيتخزن النشويات. لو اكلت سكر كتير ولا حاجه، السكر ده يبدا يعمل سلاسل عندك، جزء من السكر يتحرق، لسه السكر عالي، يبدا السكر ده يتجمع في سلاسل اسمها جلايكوجين ويتخزن عندك في الكبد والعضل، في كبدك وعضلاتك. لوقت عوزه بقى، وقت الصيام ولا حاجه، تبدا السلاسل دي يطلع منها السكر كده واحده واحده في الدم، يظبط لك سكر الدم وانت صايم. طبعا الجلايكوجين ده على فكره بيخزن معاه ميه، يعني جزيء الجلايكوجين الواحد بيخزن معاه 4 جزيئات ميه. جزيء الجلايكوجين الواحد عندك تلاقي يتخزن معاه 4 جزيئات ميه. لذلك اول لما تعمل نظام غذائي تقلل بقى النشويات، لو قللت النشويات جامد ايه اللي بيحصل؟ الجسم يبدا يحرق في الجلايكوجين المتخزن عندك في الكبد والعضل، فتبدا تخسر ميه، تخسر الميه دي. لذلك في بدايه التخسيس انت بتخس ميه اول اسبوع اسبوعين، لو عملت مثلا كيتو دايت ولا حاجه، قللت النشويات، او اللو كارب، قللت النشويات اللي انت بتاكلها، فجسمك يبدا يكسر في النشويات اللي انت مخزنها اللي موجوده في الكبد والعضلات، فتبدا تخسر الميه اللي معاها. فنزولك في الاول مش نزول دهون، اول اسبوع اسبوعين انت بتنزل ميه، بعد كده بقى تبدا تنزل دهون. فهمتوا الفكره؟ يبقى البوليساكرايد اللي هو ايه، متعدد السكر، اللي هو السكر كتير ماسك في بعض بروابط، في نوعين، في النشا الستارش، النشا النباتي، وفي النشا الحيواني. النشا النباتي اللي هو الستارش ده موجود في الحبوب وموجود في الخضار النشوي، الحبوب اللي هو زي القمح والذره والرز والبرغل والفريك. خلاص، الستارش ده طبعا انت بتاخد بقى، بتطحن مثلا القمح وتعمل منه ايه، دقيق بقى، والدقيق ده تاخده تعمل منه بقى المعجنات بقى والمخبوزات والحاجات دي، العيش البلدي او العيش الابيض والفينو والكرواسون والباتيه والحلويات، الدقيق بقى، صح؟ او الذره تاكله كده، او تعمله دقيق ذره، او الرز تاكله كده، او دقيق رز. فاهمين الفكره؟ ده اللي هو الستارش. وده دول بيتهضموا، السلاسل دي بتبدا تتكسر وتتهضم. في بقى نشا حيواني، نشا حيواني السكر الكتير اللي في جسمنا، انت بتاكل سكريات كتيره، جزء منها بيتحرق، الانسولين ياخد السكر العالي اللي في دمك ده يحرقه، لسه السكر عالي، الانسولين يقوم واخد شويه السكر يعمل منهم جلايكوجين، نشا حيواني، سلاسل كده، وتتخزن في الكبد والعضل لوقت عوزه، عشان وقت الصيام ولا حاجه تبدا السلاسل دي تتكسر، تظبط لك سكر الدم وانت صايم او انت نايم. ماشي يا جماعه؟ لسه السكر عالي، الانسولين واخد السكر العالي ده بعد الجلايكوجين يقوم مصنع منه دهون بقى، يبدا يصنع منه دهون، يتخزن بقى دهون بقى، لذلك النشويات الكتير تتخن. خلي بالك ان الجلايكوجين ده هو متخزن في جسمك، اللي هو النشا الحيواني ده بيبقى ساحب معاه ميه، جزيء الجلايكوجين الواحد بيبقى معاه 4 جزيئات ميه، فلما تيجي تخس وتقلل النشويات الجلايكوجين بيتكسر، فتبدا تخسر الميه. فبدايه التخسيس بتبقى ايه؟ بتبقى خساره ميه، اول اسبوع اسبوعين تبقى خساره ميه، بعد كده تبدا تخسر في الدهون بقى. ماشي يا جماعه؟ يبقى دول اللي هم الدايجستبل ايه، بوليساكرايد. في بقى بوليساكرايد اخرى، لا الجلايكوجين غير الدهون الكبد،
الجلايكوجين دي نشويات متخزنه جوه الكبد، دي اللي بتظبط لك سكرك وانت صايمه يا دكتور او انت نايمه، تلاقي سكرك مظبوط. ليه؟ الجلايكوجين ده يبدا يتكسر يكون لك سكر، يظبط لك سكر دمك وانت صايمه، تلاقي سكرك مظبوط. في بقى دهون الكبد بقى، لو انت كلت نشويات كتيره ازيد من اللازم، الجلايكوجين اللي متخزن، السكر بقى الزياده ده بقى غير الجلايكوجين يتحول لدهون. دهون بقى في الاديبوس تيشو، ودهون في الدم، ودهون على الكبد، مصيبه سوداء. لذلك النشويات الكتير تتخن وتعمل كوارث، تعمل دهون بقى حشويه ومصيبه سوداء. ماشي يا جماعه؟ ماشي يا دكتوره جيلان، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل النهارده ان شاء الله. في بقى نشويات يا جماعه نون دايجستبل، ما بتتهضمش، في بوليساكرايد سلاسل ما بتتهضمش، زي ما دخلت زي ما خرجت، زي ما اكلتها تطلع في الاسطول، اسمها الفايبر، الالياف. يبقى الالياف دي، الفايبرز، الالياف دي على فكره نشويات، نوع من انواع النشويات، السلاسل النشويات البوليساكرايد، بس الفكره انها ما بتتهضمش، ما فيش انزيمات في جسمنا تهضمها، جسمنا ما بيفرزش انزيمات تهضمها، فزي ما دخلت زي ما خرجت. الالياف دي نوعين، في الياف مذابه سوليبل فايبر، وفي الياف غير مذابه انسوليبل فايبر. الالياف اللي بتدوب مذابه دي بتنزل دايبه في مكونات المعده، وبعد كده تخرج في الاسطول، تنزل تدوب في مكونات المعده وبعد كده تقوم خارجه في الاسطول. دي دورها ايه؟ شناكل، دي بتمسك في الايه؟ في الكوليسترول، تمسك في دهون الوجبه، لو اكلت اكله فيها دهون ولا حاجه، الالياف المذابه دي تقوم ماسكه في الدهون، تقلل امتصاص الدهون، تظبط لك دهون الدم، خلاص، تقلل دهون الدم فتقلل تصلب الشرايين. ما انت لو اكلت اكل فيه دهون كتير، الدهون تمتص، الدهون تعلى في الدم، تبدا تترسب على الوعاء الدموي، تعمل تصلب شرايين وتعمل امراض قلب بقى، ضغط بقى يعلى ودهون تعلى بقى في الدم ومشاكل، والدهون دي طبعا تترسب في الوعاء الدموي، بعد كده يحصل ايه؟ تقفل الوعاء الدموي، يحصل جلطات. فوجود الالياف المذابه، الالياف دي شناكل تمسك في الدهون بتاعت الوجبه، تقلل امتصاص الدهون، فتقلل دهون الدم، فتقلل تصلب الشرايين، فتحميك من امراض القلب. ماشي؟ تمسك برضو في السكريات الكتير، الالياف المذابه دي تمسك في السكر الكتير اللي في الوجبه، فتقلل امتصاص السكر، فتظبط لك سكر الدم، تخلي السكر ما يعلاش قوي في الدم. دي ميزه الالياف الايه؟ المذابه. تمام؟ وبعد كده هي تأدي دورها وبعد كده تخرج في الاسطول، في البراز. طب في الياف بقى غير مذابه، في الياف زي ما دخلت زي ما خرجت وما بتدوبش في مكونات المعده، دي تقعد كده في المعده وبتنفش في الميه، تشرب معاها ميه تقوم نافشه في معدتك فتشبعك. دي بقى الموجوده في الخضار الورقي والفاكهه والحاجات دي، دي الياف غير مذابه. كلت خس، كلت جرادير، فجل، الحاجات دي كلها، فواكه، برتقال، تفاح، الفاكهه تنزل خلاص، الخضار الالياف بتاعتها والفاكهه والخضار، الالياف اللي فيها دي غير مذابه، تنزل زي ما هي كده، تشرب ميه تقوم نافشه في معدتك فتشبعك، تعمل لك شعور الشبع، تحس انت مش عايز تاكل كتير بقى، تشبع. وتنزل في القولون، تنفش في القولون، فتخلي القولون يتحرك، فتعالج الامساك، تعالج الامساك. ماشي؟ لو واحد عنده امساك ولا حاجه، الميه قليله فبياكل الياف غير مذابه، الالياف دي تاكلها، تشرب معاها ميه، تنفش في معدتك وتنفش في قولونك، لما القولون كده الالياف الغير مذابه تنفش في القولون، تضغط على القولون، تلاقي القولون يتحرك، فيعالج لك الامساك، فيحميك بقى من البواسير بقى. هو الامساك ده بعد كده تيجي تحزق بقى الامساك ده، الستول الناشف ده يجرح لك الول بتاع الانس، يعمل بواسير، فده عالج الامساك، ويعالج يمنع البواسير انها تيجي، ويقلل الريسك لسرطان القولون. ماشي؟ بيمسك بقى في السموم، وانت بتطرد بقى البراز المركون ده اللي فيه سموم وكده، فبتقلل الريسك كمان لالتهابات القولون ولسرطان القولون. من اشهر طبعا الانسوليبل فايبر، طبعا موجوده في الخضار والفاكهه، وموجوده في الايه؟ في الشيا والسيليوم، قشور السيليوم، اللي هو السيليوم يسموه سيليوم هاسك، يعني في اقراص في السوق بيسموها سيليوم هاسك، تاخدها وتشرب معاها ميه، تنفش في معدتك، تشبعك، تعمل لك شعور شبع، ما تاكلش كتير، نفشت في المعده فتحس ان انت شبعان، تيجي عايز بقى تاكل ايه؟ معلقتين ثلاثه رز مع حته شويه فاصوليا، حته لحمه صغيره، تلاقي نفسك شبعت، لان بطنك اتملت الياف. وتنفش في قولونك برضو ايه؟ تعالج لك الامساك. زي الشيا، بذور الشيا طبعا، تجيبها وتحطها على ميه كده او كده، تنفش وبعد كده تشربها، تشبعك فعلا وتعالج لك الامساك. وقشور السيليوم زي السيليوم هاسك والابل لايت وكده، دي قراص على فكره موجوده في السوق. وفي بذور الكتان برضو بتعمل نفس الفكره. ماشي يا جماعه؟ يبقى السوليبل فايبر، الالياف المذابه، ميزتها انها بتقلل امتصاص دهون الوجبه وبتقلل امتصاص السكر، بينما الالياف الغير مذابه دي بتشبع،
بتنفش في معدتك تشبعك، وتنفش في القولون تعالج لك الامساك. يبقى يا دكاتره ان انواع السكريات ايه؟ في سكر احادي ده بسيط، ده بيمتص بسرعه، يرفع لك سكر دمك ويجوعك ويخليك عايز تاكل كتير. السكر الثنائي ده سكرتين ماسكين في بعض، ده برضو بيبقى بسيط، بيبقى فيه انزيمات بتطلع في الامعاء بتفكهم عن بعض عشان يمتصوا. السكروز ده جلوكوز مع فركتوز، بيبقى فيه سكريز. لاكتوز سكر اللبن، بيبقى فيه انزيم اسمه لاكتيز يفك الجلوكوز عن الجلاكتوز عشان يمتص سكر اللبن وما تتعبش. المالتوز بيبقى فيه انزيم اسمه مالتيز يشتغل على المالتوز يفك الاثنين جلوكوز عن بعض عشان يمتص. في بقى سلاسل من السكر، يبقى في سكريه واحده وفي سكرتين ماسكين في بعض، وفي سلاسل سكر ماسكه في بعض بروابط. البوليساكرايد ده نوعين، في نوع بيتهضم اللي هو النشا النباتي والحيواني، الستارش اللي هو الدقيق خلاص، والجلايكوجين النشا الحيواني. وفي سلاسل ما بتتهضمش اللي هي الالياف، في الياف بتدوب وفي الياف ما بتدوبش، الاثنين بيخرجوا في الستول. الالياف اللي بتدوب شناكل للكوليسترول والسكر، تظبط لك سكر الدم وتظبط لك الكوليسترول. بينما الالياف الغير مذابه زي ايه؟ زي بذور الشيا والسيليوم والكتان، وزي الخضار والفاكهه، الخضار الورقي، دي بتنفش في معدتك تشبعك وتنفش في قولونك تعالج لك الامساك. كله فاهم يا دكاتره؟ دكاتره الاونلاين ايه الاخبار؟ دكتوره ايه، دكتوره ايمان، دكتوره جيلان، دكتوره منار، دكتوره رشا، دكتوره عبير، ايه الاخبار؟ تمام يا دكتور، تمام الحمد لله. دكتوره رشا، دكتوره عبير، دكتوره منار، طمنوني ايه الاخبار؟ طب الحمد لله. نكمل بقى. طب ايه انواع النشويات؟ زي ما قلنا كده السكر البسيط، تعالوا نتكلم عنه بقى بالتفصيل. السكر البسيط اللي هو بيبقى سكرايه واحده سكرتين، ده ايه؟ من اسمه سكر بسيط، بيتهضم بسرعه ويمتص بسرعه. يتهضم بسرعه ويمتص بسرعه في الدم، فيعلي سكر الدم بسرعه. تلاقي السكر عالي جدا في الدم كده، يقوم مستفز مين؟ الانسولين. يقوم الانسولين طالع واخد السكر العالي ده يبدا يحرقه، او يصنع منه جلايكوجين، او يصنع منه دهون، فتلاقي السكر ينزل في الدم بسرعه. خلاص، يبقى السكر البسيط ده من اسمه كده بيمتص بسرعه، تمام، بيتهضم بسرعه ويمتص بسرعه، فتلاقي السكر يعلى جامد قوي في الدم، فيطلع الانسولين، يطلع عالي انسولين بكميات كبيره، يقوم واخد السكر العالي ده ينزله بسرعه في الدم، فتلاقي نفسك مهبط. اول ما السكر يهبط كده في الدم بسرعه تلاقي نفسك مهبط عايز تاكل تاني. اكلت بقى شوكولاتايه، جاتوه، تورته، دوناتس، تمام، حلاوه طحينيه، اي حاجه فيها سكر اللي هو الابيض، تلاقي نفسك ايه؟ جعان، تجوعك، تحس انت عايز تاكل حته شوكولاته ثانيه، حته جاتوه ثانيه، حته تورته ثانيه. فاهمين الفكره؟ فالسكر البسيط بيمتص بسرعه وبيتحرق بسرعه، يديك سعرات فاضيه ما فيهوش اي قيمه غذائيه. الحلويات دي سعرات يسموها امبتي كالوريز، سعرات فاضيه. خلاص، السكر يتحرق يديك سعرات وخلاص، لكن لا فيها بروتين ولا فيها ايه دهون ولا فيها فيتامين ولا فيها مينرال، ما بتفيدكش. دي بالعكس هتهبطك وتخليك تاكل كتير. تمام. اشهر حاجه طبعا السكريات البسيطه. طب هل يا دكتور كل السكر البسيط وحش؟ يعني في سكر بسيط وحش اللي هو بتاع السكر اللي هو بتاع الحلويات اللي موجود في الكوكيز والكانديز والحاجات الساقعه، البيبسي والسيفن والكوكاكولا والميريندا والسيفن اب والحاجات دي كلها، خلاص، او السكر اللي بنحطه في العصير، كل ده السكر حاجات وحشه ضاره. طب هل في سكر بسيط مفيد؟ هل في سمبل شوجر مفيده؟ قال لك السكر البسيط بتاع الفاكهه ده سكر مفيد. خلاص، على فكره سكر الفاكهه مفيد، صح؟ وعلى فكره سكر الفاكهه، ميزه الفاكهه ان فيها ايه؟ لما تيجي تاكل الفاكهه تاكلها كفاكهه، ما تعصرهاش، ما تحولهاش، ما تعملهاش عصير، ده انت بتعمل عصير وتصفي فبتقلل محتوى الالياف. ميزه الفاكهه لما تاكلها كفاكهه، اكلت برتقانايه، اكلت تفاحيه، اكلت موزايه، الالياف الموجوده في الفاكهه بتمسك في السكر بتاع الفاكهه فتخلي السكر ما يمتصش بسرعه. يعني تاكل ايه؟ برتقانايه، او تاكل يوستفندي، او تاكل كمثرى، ولا تاكل تلاقي تحس ان انت شبعت، تقول يا دكتور ده المفروض سكر الفاكهه ده ايه؟ سكر بسيط، المفروض يمتص بسرعه ويتحرق بسرعه. لا، وجود الالياف في ثمره الفاكهه بيمسك السكر، يخلي السكر ما يمتصش بسرعه فيشبعك شويه. زائد كمان الفاكهه غنيه، ليها قيمه غذائيه، فيها فيتامين وفيها ايه؟ فيها مينرال. ماشي؟ فالافضل في الفاكهه ان انت تاكلها كفاكهه، ما تعملهاش عصير، تمام، وتشربها. قلل من الموضوع ده ليه؟ لان لما بتعصر الفاكهه بتصفي، بتقلل محتوى الالياف اللي فيها. وفي ناس كمان على العصير بتحط سكر، يعني تضرب العصير بسكر، فده كارثه. تلاقي السكر طبعا لما تشرب العصير اللي هو المسكر ده المحلى بالسكر، تلاقي السكر يضرب في السماء، تلاقي نفسك تبدا يعلي لك سكر الدم ويستفز لك الانسولين، فتلاقي نفسك بتجوع عايز تاكل كتير بقى.
يعمل لك شعور جوع، عايز تشرب عصير تاني تجوع كتير. فاهم الفكره؟ من ضمن برضو السكريات البسيطه المفيده العسل. العسل الابيض طبعا ممتاز، سكر بسيط برضو يعلي سكر الدم جامد. بس ميزه العسل ان فيه فيتامين وفيه مينرال وفيه مركبات عضويه بتقوي المناعه، يعني مفيد. العسل فعلا شفاء للناس، ربنا في القران قال ايه؟ فيه شفاء للناس. فعلا العسل فيه شفاء للناس. تمام؟ بس ما تكترش منه، يعني تاكل ايه معلقه صغيره الصبح، تحطها كده على ميه دافيه مع ليمونه، مع عصره ليمونه وتشربها الصبح، مفيش مشكله خالص. لكن ما تشربليش نص برطمان عسل. في ناس بتحب العسل قوي، يقعد ياكل خلاص يخلص نص برطمان العسل، كارثه. تلاقي سكر الدم يضرب منه عالي قوي. وطبعا الموضوع ده خطر قوي للمرضى السكر. يعني ينفع واحد مريض سكر يجيب عسل ابيض وياكله؟ لا، ممنوع عليه العسل الابيض، لانه اوريدي سكره عالي في الدم. العسل الابيض سكر بسيط هيعلي له سكر الدم زياده. اللبن، سكر اللبن سكر بسيط اللي هو سكر اللاكتوز، بيبقى داي سكرايد، جلوكوز مع جلاكتوز، برضه بيتهضم بسرعه ويمتص بسرعه. بس ميزه اللبن بقى ان فيه قيمته الغذائيه عاليه. يعني اللبن فيه لاكتوز اللي هو ايه سكر اللبن، وفيه نشويات، فيه دهون وفيه بروتين وفيه فيتامين وفيه مينرال، فتلاقي القيمه الغذائيه لكوبايه اللبن عاليه. خلاص، فيها نشويات وفيها دهون وفيها بروتين وفيها فيتامين وفيها مينرال، غير كوبايه الحاجه الساقعه. يعني ممكن تلاقي سعرات ده قد سعرات ده. سعرات اللبن مثلا، مثلا كوبايه اللبن 100 سعر مثلا، وكوبايه الحاجه الساقعه 100 سعر. بس مين اللي قيمته الغذائيه عاليه؟ اللبن طبعا. اللبن فيه نشويات ودهون وبروتين وفيتامين ومينرال. لكن كوبايه الحاجه الساقعه ميه بسكر، فتلاقي ملهاش قيمه غذائيه، تلاقي قيمتها الغذائيه ضايعه، امبتي كالوريز، كالوريز فاضيه، ترفع لك سكر دمك وتجوعك وتخنك وخلاص، ملهاش اي لازمه. لكن كوبايه اللبن تلاقي ايه؟ لا، مفيده، بالرغم ان سكرها بسيط تلاقيها مفيده. زائد كمان السكر اللبن ده ما بيمتصش بسرعه لوجود الدهون والبروتين. يعني الدهون والبروتين بيمسكوا في سكر اللبن يخلوه ما يمتصش بسرعه. لذلك تشرب كوبايه اللبن تحس ان انت ايه؟ متغذي، تحس ان انت شبعان، بتشبع، تحسش ان انت مهبط. ماشي يا جماعه؟ يبقى السكريات البسيطه نوعين. السكريات البسيطه مفيده، ده اللي هي الفاكهه، العسل، اللبن. وفي سكر بسيط مش مفيد، اللي هو السكر بقى اللي هو ايه؟ السكر الابيضد. حتى في ناس تقول لك ده سم ابيض. السكر الابيض ده اللي احنا بنعمل منه بقى الحلويات والكوكيز والكانديز، اللبان والتوفي والحاجات الساقعه، السوفت درينكس. ده طبعا ما بنفضلوش. عيبه ايه؟ ان هو بيعلي سكر الدم جامد، فيستفز الانسولين جامد، فالانسولين يطلع يقوم منزل السكر بسرعه في الدم، فيهبطك، يخليك تجوع تاني، تاكل تاني، خلاص تاكل حته جاتوه تانيه، تورته تانيه، تلاقي السكر يعلى تاني والانسولين يعلى تاني. ده بيخلي سكر الدم عامل زي التعبان كده، يعلى وينزل، يعلى وينزل، ويعلى وينزل. انا مش عايز كده، انا عايز سكر الدم يبقى ثابت، تفضل شبعان معاه بقى. ماشي؟ في سكر بسيط مفيد بقى، سكر بسيط مفيد زي الفاكهه والعسل والايه؟ واللبن. اوكي؟ قيمتهم الغذائيه عاليه، فيهم فيتامين، فيهم مينرال. ماشي؟ في قيمه غذائيه فيهم بالرغم ان هم سكر ايه؟ بسيط. طب النشويات المعقده بقى، النشويات يا جماعه المعقده، تمام، ده بيبقى سكر كده اكتر من ايه؟ من سكر ماسك في بعض بروابط، 700 ل 350 سكرايه ماسكين في بعض بروابط. تمام؟ اشهر طبعا الايه؟ البوليساكرايد. خلاص، السكريات المتعدده دي اللي ماسكه في بعض الروابط، اللي هو الستارش، النشا. الستارش اللي هو النشا النباتي. النشا ده بيبقى متخزن، ده النشويات بتكون متخزنه في النباتات، موجوده في الايه؟ في الحبوب، في السيريالز، في الحبوب والجرينز. جرينز او سيريالز اللي هي الحبوب اللي هي زي ايه؟ القمح والرز والبرغل والفريك. البرغل والفريك ده فصيله من فصائل الايه؟ القمح. والذره طبعا، والذره لوحده طبعا. يبقى القمح والبرغل والفريك دول فصائل لوحده، الشعير. تمام؟ وفي بقى الرز، وفي الذره، دي بقى بيبقى فيها ايه؟ ستارش، فيها نشا نباتي. وفي طبعا الخضار النشوي. الخضار النشوي بقى زي ايه؟ خلاص، البطاطس والبطاطا والقلقاس. الحاجات دي فيزيتها ايه بقى؟ ان سلاسل النشويات دي بتاخد وقت في الهضم، تتهضم بقى في الفم وفي الامعاء وكده، فبتاخد وقت، يبدا يطلع منها السكر واحده واحده، فتلاقي سكر دم ثابت لمده طويله، فتلاقي الانسولين ما بيستفزش جامد، طالع برضو الانسولين ثابت لمده طويله، فتفضل شبعان معاه. يبقى الكومبلكس شوجر ميزتها انها بتديك لونج لاستنج انرجي، تديك طاقه لمده طويله. تمام؟ اشهر حاجه فيها نشويات معقده بقى طبعا اللي هو الجرينز، الحبوب. اشهرها طبعا القمح. القمح بقى والشعير
والرز والبرغل والفريك والحاجات دي كلها. طبعا انت بتاخد القمح بقى تطحنه، تعمل منه دقيق، الدقيق بقى تعمل منه ايه؟ عيش، مخبوزات بقى، عيش بقى فينو، كرواسون، باتيه، المخبوزات بقى تعمل منه مكرونه، لسان عصفور، شعريه. خلي بالك بقى في اللي هو ايه، في ناس اللي بيطحن حبايه القمح كامله. يعني الافضل انت تطحن حبايه القمح كامله، يقول لك هول ويت او الهول جرين، حبه كامله، طحن حبه كامله، بطحن الحبه كلها كامله. فدي مفيده جدا. حبايه القمح القشره بتاعتها اسمها البران، الرده، دي غنيه جدا بفيتامينات ب، فيها فيتامين بي 1 و2 و3 و6، وغنيه جدا بالالياف، غنيه جدا بالالياف فتشبعك، في نفس الوقت قيمتها الغذائيه عاليه، مليانه فيتامينات ب 1 و2 و3 و6. بعد القشره بيبقى فيه اللي هو ايه؟ الاندوسبيرم بقى. يعني شلت قشره القمح هتلاقي جوه الاندوسبيرم ده غني بالستارش، ده بقى اللي هو فيه النشويات. جوه حبايه القمح من جوه في حاجه اسمها جنين القمح، الويت جيرم. جنين القمح ده غني جدا بفيتامينات ايه؟ الانتي اوكسيدانت، مضادات الاكسده، فيتامين اي وسي واي. جنين القمح اللي جوه حبايه القمح ده غني جدا بمضادات الاكسده، ده بينظف لك جسمك من الايه؟ الشوارد الحره، الفري راديكالز، الاكسدايزنج ايجنت، نواتج الحرق بتاعه الاكل بيطلع مواد اسمها فري راديكالز، شوارد حره او اوكسدايزنج ايجنت. دي بتدمر الخلايا بقى، تدمر بقى جدران الخلايا، وتدمر الماده الوراثيه في الخلايا، تنشط والعياذ بالله السرطانات، تنشط امراض، تبوظ خلايا المخ، تعمل زهايمر، شلل رعاش، تبوظ عضله القلب، تبوظ الاوعيه الدمويه، كارثه. الاوكسدايزنج ايجنت دي مواد كوارث والعياذ بالله، تلعب في الماده الوراثيه للخلايا، تنشط سرطانات. فسبحان الله حبايه القمح جواها في جنين القمح ده غني بمضادات الاكسده. حاجه بقى تمسك كده في الاوكسدايزنج ايجنت تضيع تاثيرها. مضادات الاكسده دول اللي هم مين؟ زي فيتامين اي وسي واي، ايس، فيتامين اي وسي واي، فيتامين الف، فيتامين سي، فيتامين ه، اي سي اي، ده موجود جدا في جنين القمح. وفي فيتامينات ب وفي الياف برضه ممتاز. فانت لما تطحن حبايه القمح كامله يطلع لك الدقيق الاسمر. عارفين الدقيق الاسمر؟ ده صحي جدا، تمام. او الدقيق البلدي، العيش البلدي بتاع التموين ده تلاقي لونه اسمر كده وتلاقي فيه رده فيه، ده مفيد قوي. او التوست البني، التوست البني اللي هو بيبقى لونه غامق، العيش اللي هو لونه غامق ده مفيد قوي. مخبوزات الحبه الكامله، عيش بقى تورتيلا بيبقى لونه غامق، في عيش كده بيبقى معمول اللي هو طويل كده بيبقى لونه غامق، يتقطع كده شرايح. مخبوزات الحبه الكامله دي مفيده جدا. في ناس بقى بتعمل معالجه للقمح، يعني تشيل القشره، ترمي القشره وتاخد الحبايه من غير ايه؟ قشره، وتطحن حبايه القمح من غير قشره. يقول لك ريفايند، عاملين معالجه لحبايه القمح. الانسان تدخل، لعب بقى في الايه؟ في تركيب القمح، شال قشره القمح، فتاخد الحبايه بتاعت القمح تطحنها تعمل لك بقى دقيق ابيض زيرو. الدقيق الابيض تعمل منه مخبوزات بقى. الدقيق الابيض دي بتبقى طبعا مش صحيه. مخبوزات الدقيق الابيض ده الفينو، الكرواسون، الباتيه، خلاص تعمل منها الحلويات. الحاجات دي طبعا دي ما بتبقاش صحيه، ما فيهاش بقى قشره القمح، ما فيهاش الياف، مش هتشبع، ما فيهاش فيتامينات ب ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 6، ما فيهاش جنين القمح اتكسر، ما فيهاش مضادات الاكسده، فقيمتها الغذائيه ضايعه. وعلى فكره تمتص بسرعه، ما فيش بقى الياف تمسك السكر. تاكل رغيف الفينو من هنا تحس ان انت 5 دقايق تلاقي نفسك جعان عايز تاكل رغيف فينو تاني وثالث ورابع. مخبوزات الدقيق الابيض تحس ان انت تاكل منها عايز منها كتير. فلذلك دي ضاره. يعني الدقيق الابيض يقول لك ده سم، زي السكر الابيض كده، برضو يخليك ايه؟ امتصاص السكر منه يبقى عالي قوي لان مفيش الياف، فتلاقي السكر يعلى معاها جامد قوي في الدم، فتلاقي يستفز الانسولين، فالانسولين يطلع ياخد السكر العالي ده ينزله بسرعه في الدم يهبطك، يحس ان انت عايز تاكل منه كتير. تمام. يبقى المخبوزات انا احب المخبوزات اللي هي الايه؟ الغامقه، اللي لونها غامق، اللي معموله من الدقيق الحبه الكامله. ماشي يا جماعه. المكرونه، في مكرونه بيضه لا حتى رخيصه مش مفيده معموله من الدقيق الابيض، في مكرونه بتبقى لونها غامق، لونها بني كده، يقول لك مكرونه حبه كامله، دي حتى تلاقيها غاليه، نص كيلو منها تلاقيه مثلا ب 60 و70 جنيه، حاجه غاليه ونظيفه قوي. تمام. دي طبعا بتبقى مفيده، قيمتها الغذائيه عاليه. ماشي. يبقى الجرينز، الحبوب دي فيها ستارش، والافضل طبعا اللي هو زي ايه؟ الحبه الكامله بقى، زي اللي هو ايه؟ القمح بقى والشعير والبرغل والفريك، ده بيبقى حبه كامله. لو عملت معالجه وشلت القشره بقى ايه؟ دي ابيض، فما نحبوش. في الرز برضو، الرز الافضل، افضل انواع الرز، الرز الغامق اللي هو الرز البني، ده قيمته الغذائيه عاليه، بيبقى قشره
ده بيبقى قيمته الغذائيه عاليه جدا. الرز البسمتي قيمته عاليه برضه، اللي هو الاصفر. في بقى الرز الابيض المصري بتاعنا ده بيبقى منشي، في نسبه نشا عاليه قوي وقيمته الغذائيه قليله شويه. ماشي. حتى تلاقي الرز ده حتى ايه يعني ايه، تحطه كده في الميه تلاقي ايه الميه اتملت ايه ابيض، بيبقى لونها ابيض. يقول لك اصل الرز المصري منشي، غير الرز البسمتي غير الرز البني، ده بيبقى قيمته الغذائيه عاليه، فيتاميناته اعلى، في مينرالز، في فايبر اكتر. الرز المصري اللي هو الابيض ده قيمته الغذائيه قليله شويه. طبعا في الخضار النشوي، الخضار النشوي طبعا البطاطس، البطاطا، القلقاس. طبعا تسلق البطاطس، تسلق البطاطا او تشوي البطاطا وتاكلها، او بطاطس مشويه تاكلها، دي بتبقى قيمتها الغذائيه عاليه. لكن حته بقى ان انت تجيب البطاطس وتقليها، قلي البطاطس ده غلط. لما بتقلي البطاطس بتمص زيت، طبعا لو قليت في الزيت اكتر من مره بيبقى الزيت خلاص مهدرج متحول، ده خطر جدا مسرطن. فالبطاطس المقليه دي، نفسك تاكل بطاطس مقليه تقليها في البيت ومره واحده في الاسبوع، مش كل يوم. لو عايز تاكل بطاطس تاكلها مسلوقه، اسلقها واهرسها كده بطاطس مهروسه وكلها، حط شويه توم فيها، مش عارف شويه ملح شويه بهارات وكلها تبقى ممتازه. لكن البطاطس اللي هي المقليه دي نحاول نبعد عنها على قد ما نقدر. الشيبسي بقى لازم كل يوم شيبسي، لازم كل يوم بطاطس مقليه ويجيبها بقى من الشارع ومن اكياس الشيبسي والكلام ده خطر جدا. خلاص. البطاطس بتشبع، تعمل بقى مهروسه فيها بقى نشويات معقده تمتص ببطء، ممتازه وغنيه وفيها فيتامين ومينرال ممتازه، وفيها كمان ايه نشويات معقده حلوه تشبعك. البطاطس البطاطا برضو تشويها تسلقها وتاكلها. لكن حته تعملها صينيه وتحط عليها سكر وتحط عليها قشطه، تمام، هتبقى سعرات رهيبه ويبقى فيها سكر عالي، انت كده ضيعت فايدتها. البطاطا تاكلها مشويه تشبعك، على فكره البطاطا بتشبع وغنيه جدا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ممتازه وفيتامينز. من اشهر برضو الحاجات البقوليات، الفول والعدس والحمص، البينز. البقوليات فيها نشويات معقده، يعني البقوليات مشهوره انها بروتين نباتي، الفول والعدس والحمص. القرع برضو كويس، في نشويات معقده يا دكتور. تمام. الفول والعدس والحمص اللي هي البقوليات، فول وعدس وحمص، طبعا مشهور ان هو بروتين نباتي. بيبقى فيه برضو ايه نشويات معقده في الفول، تلاقي النشويات بتاعته معقده، يقعد في معدتك مده طويله. يقول لك مسمار البطن، يتفك منه السكر واحده 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 واحده، فتفضل السكر الدم ثابت لمده طويله، فتفضل شبعان ما يجوعكش. يقول لك انا اكلت فول الصبح قفل معايا لغايه 7 8 بالليل، فضلت شبعان. فيشبعك الفول او العدس او الحمص، وزائد كمان القشره طبعا فيها الياف فتمسك في السكر وكده. يبقى النشويات المعقده موجوده فين؟ في الحبوب والبقوليات. الحبوب بقى اللي هي زي ايه؟ هنتكلم عن قشره الفول وتعب القولون، هنتكلم عنها يا دكتوره جيلان بالتفصيل النهارده. خلاص. فهنتكلم ايه النشويات موجوده المعقده، موجوده في الحبوب، في القمح والرز والبرغل والفريك. وموجوده فين؟ في الايه؟ في البقوليات، الفول العدس الحمص. موجوده في الخضار النشوي اللي هو البطاطس والبطاطا والقلقاس. طب يا دكتور الخضار الغير نشوي، خضار السلطه، في نسبه نشويات قليله قوي، فما يعتبرش مصدر للنشويات، لان نسبه النشويات في الايه؟ في خضار السلطه، القوطه بقى والبصل والجزر والخيار، فيهم نسبه نشويات قليله ونسبه بروتين قليله، فما يعتبروش مصدر لا للايه؟ لا للنشويات ولا للبروتين. الرز طبعا، السيريالز اللي هي الحبوب اللي هو ايه؟ الرز والبرغل والفريك. القمح، طحنت القمح عملت منه عجينه، عملت منه ايه؟ عيش التورتيلا، عيش كده شبه العيش السوري بيبقى لونه غامق. في عيش بنعمله كده من الحبه الكامله، بيبقى ايه؟ كبير كده، بنلاقيه في الايه؟ في السوبر ماركتات الكبيره، وبيتقطع شرايح كده وتاخده شرايح. ده برده كومبلكس كارب، بيشبع، خليك ما تجوعش. الالياف طبعا، الالياف يا جماعه دي نوع طبعا من الايه؟ من الكومبلكس كربوهيدرات. دي نشويات برده بتبقى سلاسل كده من السكر، بس ايه؟ لما بتتهضمش نون دايجستبل، ما بتتهضمش، زي ما دخلت زي ما خرجت. الالياف طبعا ميزتها انها ايه؟ بتنفش في القولون، تشرب ميه وتنفش في القولون فتحرك القولون فتعالج لك الامساك، او تعمل سوفتننج للستول، للبراز، تخلي البراز يبقى سوفت، لانها بتمص ميه، فتخلي البراز بدل ما هو ناشف ومحجر لا يبقى ايه؟ طري، فسهل يخرج بسهوله، فتعالج لك الامساك، فتحميك من كوارث الامساك، تحميك من البواسير، تقلل الهيمورويدز البواسير، تقلل التهابات القولون الديفرتيكولا، التهابات بقى في القولون ومشاكل في القولون تقللها.
وتقلل الريسك لسرطان القولون. ما هو الامساك ده، البراز بقى لما بيبقى اتحجر وناشف وكده، وطبعا بقى فيه سموم الاكل والكلام ده، واكلك مش صحي وكده، يبدا ينشط التهابات في القولون، فمع مرور الوقت والعياذ بالله ممكن ينشط سرطان القولون. فلما تاكل الياف، الالياف ميزتها انها ايه؟ تنفش في معدتك، فايه الامعاء تتحرك، القولون يتحرك، فيطرد الايه؟ البراز، يطرد السموم دي بره، فيحميك من سرطان القولون، يحميك من الالتهابات وسرطان القولون. ماشي. يا ميزه الالياف يا دكتور انها بتمص ميه، تشربي ميه تمص الميه، فتخلي الستول يبقى طري. مشكله الامساك ان انت واحد ما بيشربش ميه، يعني بياكل اكل بقى اكله دسم وما بيشربش ميه، فتلاقي الستول ناشف، الستول قاعد مده طويله في القولون وناشف لانه ما بيشربش ميه كويس، والستول طول ما هو قاعد عمال يتشد منه الميه، القولون عمال يسحب منه الميه، فتلاقي الستول ينشف ويحجر، فيعمل له امساك بشع. الناس اللي بتشربش ميه جالها امساك، فلما ياكلوا الياف ويشربوا ميه تلاقي الامساك ده يتعالج، تلاقي الامساك ده ايه؟ يتعالج. ماشي يا جماعه. فتحميكي من كوارث الامساك بقى يا دكتور، البواسير والديفرتيكولا وسرطان القولون. اهو الالياف بدون ميه تعمل امساك طبعا، لازم مع الالياف لازم اشرب ميه. لو كلت الياف من غير ما اشرب ميه، الالياف نفسها تسد القولون، تعمل امساك. ميزه الالياف طبعا انها ايه؟ بتنفش في معدتك، تحسسك بالامتلاء، فتخليك ما تاكلش كتير، فتبدا تخس، تساعد في تظبيط الوزن. الالياف بتمسك في السكر وتمسك في الدهون، في الكوليسترول، تمسك في السكر فتظبط لك سكر دمك، تقلل امتصاص السكر فتقلل السكر في الدم، تمسك في الكوليسترول تقلل امتصاص الدهون فتظبط لك دهون الدم، فتقلل الريسك للايه؟ لتصلب الشرايين والايه؟ الامراض القلب. كل دي مزايا الالياف. اوكي يا جماعه؟ ثواني يا جماعه وجاي حالا. ماشي يا جماعه. او الالياف بقى احنا عندنا المذابه والغير مذابه. المذاب ده لو بيبقى ينزل دايب في مكونات المعده وهيخرج في الاسطول وهو دايب، ميزته ان هو ايه؟ شناكل، بيروح يمسك في الكوليسترول، دهون الوجبه، فيقلل امتصاص الكوليسترول، فيقلل تصلب الشرايين، الكوليسترول في الدم هيقل، فيقلل تصلب الايه؟ الشرايين، فيقلل الريسك لامراض القلب، يقلل الريسك لامراض القلب. لو انت اكلت دهون كتير، الدهون تمتص، الدهون تعلى في دمك، تبدا تترسب على الوعاء الدموي، تضيق الوعاء الدموي فتعلي الضغط، تضيق الشرايين التاجيه، تعمل ذبحه صدريه، امراض قلب بقى، تغذيه القلب تقل، يحصل فشل في القلب، امراض في القلب. فكل ده من الدهون العاليه. فانت لما تاكل الياف مذابه تمسك في الدهون، ايه؟ في الدهون دي، في الكوليسترول، تقلل امتصاص الكوليسترول، فتقلل الدهون في الدم، فتقلل تصلب الشرايين، فتقلل لك الريسك لامراض القلب. الالياف المذابه دي موجوده في القمح، قشره القمح، في الرده، في البران، في الشعير، البيرلي، الشعير، في الاوتس اللي هو الشوفان، في الراي، ده فصيله من فصائل القمح اسمها الراي، بيستخدموها والعياذ بالله في صناعه البيره والحاجات دي والعياذ بالله يعني. فطبعا في مخبوزات الحبه الكامله، خدت القمح وطحنته، هيبقى فيه الالياف الايه؟ المذابه طبعا. عملت منه دي، عملت منه بقى ايه؟ مكرونه الحبه الكامله، الباستا، الهول جرين باستا، مكرونه الحبه الكامله. عملت عيش من الحبه الكامله اللي هو العيش الايه؟ البني، او التوست البني، او السيريالز بقى، الرز، البرغل، الفريك. الحاجات دي فيها ايه؟ سوليبل فايبر، بتقلل امتصاص الكوليسترول، وبتقلل على فكره برضه امتصاص السكر، فتظبط سكر الدم. لذلك مرضى السكر يقول لهم يفضلوا ان هم ياخدوا ايه؟ سوليبل فايبر، الياف مذابه. الالياف بقى الغير مذابه دي الياف بتنزل زي ما هي كده، ما بتدوبش، بتنزل زي ما هي كده في المعده والامعاء، تشرب ميه تنفش في المعده والامعاء، بتتحد بالميه تنفش في معدتك فتشبعك، تحسسك بالامتلاء، فتلاقي نفسك مش قادر تاكل، تيجي تاكل بقى عايز تاكل كتير مش عارف، لان معدتك اتملت الياف. ماشي يا دكاتره. تلاقي بقى اكلت معلقتين ثلاثه رز كده، حته لحمه صغيره، شويه سلطه، شبعت خلاص. زائد كمان انها بتنفش في القولون، فتخلي القولون يتحرك، فتعالج لك الامساك، فتحمي من البواسير وتحمي من سرطان القولون. دي اللي هي الالياف الغير مذابه. دي بقى موجوده فين؟ في برضه موجوده في القمح ومنتجات القمح، موجوده في الخضار الورقي، موجوده في الخضار الورقي بقى طبعا، الخس والجرجير والفجل
والملوخيه والحاجات دي والفاكهه، وموجوده في الفاكهه. ماشي. الالياف الغير مذابه مفيده للبروبايوتكس. البكتيريا النافعه على فكره في القولون بتتغذى على الايه، الالياف الغير مذابه دي، بتساعد على نمو البكتيريا النافعه. الالياف الغير مذابه دي فعلا البروبايوتكس اللي هي البكتيريا النافعه اللي في القولون بتبدا تتغذى عليها، فبتساعد على الايه، البكتيريا النافعه على نمو البكتيريا النافعه. وجود البكتيريا النافعه يطرد اي بكتيريا بقى ايه ضاره. اي بكتيريا ضاره هتعمل لك اسهال، هتعمل لك مشاكل في معدتك، تعمل لك كوارث في القولون او كده انتفاخات، تبدا البكتيريا النافعه تطردها. ماشي. فانت عشان تحافظ على البكتيريا النافعه لازم تاكل الياف غير ايه، الياف غير مذابه، فاكهه، خضار ورقي، خلاص، منتجات قمح كامل الحبه. طب ازاي بيحصل هضم وامتصاص للنشويات يا جماعه؟ يعني انا اكلت دلوقتي معلقه رز، لقمه عيش، مكرونه، معلقه مكرونه، بيبدا هضم النشويات، سلاسل النشويات بقى موجوده في المكرونه والقمح والعيش والرز. سلاسل النشويات دي، سلاسل السكر دي، بيبدا هضمها في الفم. الريق بتاعنا، السلايفا، ريقك، اللعاب، بيطلع فيه بيفرز فيه انزيم اسمه اميليز. ده مقص كده اميليز، ده بيفك، ياخد السلاسل بتاعت النشويات الموجوده في الرز والمكرونه والعيش، يبدا ايه، يقطع في السلسله، يحولها لسلاسل صغيره. يبقى بياخد البولي ساكرايد، السلايفا، اللعاب، الريق بتاعك بيطلع فيه اميليز، يبدا يكسر السلاسل الكبيره يحولها لسلاسل صغيره، من بولي ساكرايد الى اوليجو ساكرايد، وشويه مالتوز وشويه جلوكوز بصوت. بلعت لقمه العيش بقى والمكرونه الرز، السلاسل الصغيره اتبلعت، نزلت في المريء، في المعده. المعده فيها ايه، اتش سي ال، حامض. الحامض ده يوقف الاميليز بتاع السليفري، بتاع السلايفا، الانزيم اللي هو بتاع السلايفا اللي هو الايه، الاميليز ده يقف. ماشي. الحموضه، الاتش سي ال، الوسط الحامضي اللي في المعده، بيوقف نشاط السليفري اميليز. خلاص. السلاسل الصغيره بقى بتاعت الايه، بتاعت النشويات، تنزل من المعده للايه، للاثنى عشر، من المعده للديودينم. خلاص. الديودينم بقى طبعا الاثنى عشر بيفرز فيه انزيمات البنكرياس، البنكرياتيك اميليز، العصاره البنكرياسيه. البنكرياس، العصاره دي بيبقى فيها ايه، انزيم يبدا يكسر النشويات، اسمه بقى ده الانزيم بتاع البنكرياس، فيسموه بنكرياتيك اميليز. يبقى في سليفري اميليز وفي بنكرياتيك اميليز. يبدا يطلع البنكرياتيك اميليز في الاثنى عشر، يبدا ياخد السلاسل الصغيره او الاوليجو ساكرايد بتاعت النشويات، يقوم قاصصها، يحولها لداي ساكرايد. السلسله الصغيره يبدا يقطع ايه، الاوليجو ساكرايد، يحولهم لداي ساكرايد، سكرتين 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 سكرتين، داي ساكرايد. الداي ساكرايد ينزلوا بقى في الامعاء الدقيقه والسمول انتستين تحت. الامعاء الدقيقه بيبدا يفرز فيها انزيمات، مقصات، تفك الداي ساكرايد، تحولها لمونو ساكرايد. السكرتين اللي ماسكين في بعض تفكهم، تحولهم لمونو ساكرايد. خلاص. اللي هم بقى انزيمات اللي هم مين، المالتيز واللاكتيز والسكريز. المالتيز بيشتغل على المالتوز، يفك الاثنين جلوكوز عن بعض، جلوكوزايه وجلوكوزايه، يمتصوا من الامعاء الدقيقه. اللاكتيز يشتغل على سكر اللبن، اللاكتوز، اللي هو جلوكوز مع جلاكتوز، سكر اللبن جلوكوز مع جلاكتوز ماسكين في بعض، فالامعاء الدقيقه تطلع لاكتيز، تقوم فكه الجلوكوز عن الجلاكتوز، جلوكوزايه وجلاكتوزايه، يمتصوا من الامعاء الدقيقه. السكريز شغال على السكروز. خلاص. السكروز ده اللي هو جلوكوز وفركتوز، السكريز يقوم فككهم عن بعض، جلوكوزايه وفركتوزايه، يمتصوا من الامعاء الدقيقه. طبعا لو انا عندي اللاكتيز ده ما بيفرز، لو انا عندي اللاكتيز ده ما بيفرز، فيه اطفال مولوده عندها اللاكتيز مش موجود، فيفضل اللاكتوز زي ما هو، يفضل اللاكتوز زي ما هو، داي سكرايد، مش همتص كده، لسه ما اتهضمش، فيقوم رايح للقولون، عدى بقى السمول انتستين، الانزيم المقص بتاعه ما طلعش، فيفضل اللاكتوز زي ما هو، يقوم رايح للقولون. القولون طبعا فيه بكتيريا، تبدا البكتيريا تاخد اللاكتوز ده تخمره، تعمل منه غازات بقى وانتفاخات، ويسحب ميه، يعمل اسهال. ده اللي هو الناس اللي عندها لاكتوز انتوليرانس، جسمهم ما بيقدرش يتعامل مع سكر اللبن، فدول لازم يبعدوا عن اللاكتوز بقى، يشربوا لبن خالي من اللاكتوز، اف ال، فري لاكتوز. ماشي يا جماعه؟ يبقى فهمتوا ازاي بيحصل هضم وامتصاص للنشويات؟ يبقى انا اكلت ايه، لقمه العيش، الرز، المكرونه، سلاسل النشويات دي بيطلع انزيم في السلايفا اسمه اميليز، يقوم محول السلاسل الكبيره يحولها لايه، يقصقصها لسلاسل صغيره، اوليجو ساكرايد. ابلعها، تنزل في المعده،
المعده يا جماعه فيها حامض يقوم موقف السليفري اميليز، يقوم السلاسل الصغيره تنزل بقى من المعده تروح للاثنى عشر. الاثنى عشر الوسط بتاعها قاعدي مش حامضي، يبدا ايه البنكرياس يصب العصاره بتاعته على السلاسل الصغيره دي، فالعصاره البنكرياسيه فيها بنكرياتيك اميليز.